تخيل انك فاتح التلفزيون الساعة 9 بالليل في ليالي الشتاء الباردة والجو ساقع شوية ونشيد دوري الأبطال بدأ يشتغل. هنا انت مش بتتفرج على كورة، لا انت بتتفرج على أكتر نسخة ممتعة في البطولة، دوري أبطال أوروبا 2017. دوري ابطال اوروبا 2017 كانت النسخه ال 62 في تاريخ البطوله وال 25 بالنظام الحديث بتاعها. 68 فريق دخلوا المنافسه، وكل مدينه في اوروبا كان عندها حلم واحد بس، ان الكاس تروح عندهم. اتلعب 125 ماتش وتسجل فيهم 380 هدف ما بين رومونتادا واهداف باخطاء تحكيميه واهداف روعه ما تتكررش. برشلونه، ريال مدريد، بايرن ميونخ، يوفنتوس، اتلتيكو مدريد، اسماء تقيله بس ولا فرقه فيهم كانت ضامنه اي حاجه. وكان في فرق عامله مفاجاه في البطوله زي فريق موناكو اللي طلع جيل مرعب من الشباب ووصل نص النهائي، وعندك بروسيا دورتموند اللي عاش لحظه صعبه جدا في دور ال 16 لما اتوبيس الفرقه انفجر قبل ماتش موناكو بساعات قليله جدا والماتش اتاجل لتاني يوم. ومين فينا ما ينساش رومونتادا برشلونه 6-1 في الكامب نو بهدف سيرجيو روبرتو الشهير. وماتش بايرن ميونخ لما فضلت طرد ظالم وطرد خلى المباراه تقلب بالكامل. وقتها ناس كتير جدا قالت ان البطوله بدات تميل في لحظه واحده. عايزك تستعد عشان اللي جاي مش مجرد تحليل بطولة، لا ده احنا هنرجع خطوة بخطوة لواحدة من اشرس نسخ دوري الابطال في التاريخ، لما الكورة كانت في البرايم بتاعها. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي وحضر كوباية الشاي بالنعناع ويلا بينا ندخل على دور المجموعات. وهنبدأ بدور المجموعات اللي كان ممتع ومليان أهداف. جاهز كوباية الشاي وندخل على طول على المجموعة الأولى. المجموعة الأولى كانت بتضم أرسنال في الصدارة ب 14 نقطة، كسب 4 وتعادل 2 من 6 ماتشات. أرسنال رغم إنها كانت في أسوأ فتراتها لكن كانت عارفة إزاي تتصدر المجموعة. وطبعا نجم الفرقة ساعتها كان أوزيل وسانشيز قبل ما يضيعوا ومختريان وجيرو والنني. أرسنال افتتحت أول مباراتها في دوري أبطال أوروبا ضد باريس وتعادلت 1-1. وفي تاني مباراتها كسبوا لودو غيرتس في الدقيقة 88 بهدف اوزيل الشهير اللي هو محفور في الاذهان. وارسنال لما لعبت باريس تاني اتعادلت معاها بس المرة دي 2-2 بهدف من كافاني في الدقيقة 18، بس في الدقيقة 45 وقبل ما الشوط الاول يخلص جيرو يسجل هدف التعادل والنتيجة تبقى 1-1. ومع بداية الشوط التاني وفي الدقيقة 60 هجمة من ارسنال والكرة تخبط ما بين دفاع باريس وفيراتي يسجلها في نفسه، وبكده ارسنال تتقدم 2-1 على باريس. بس ارسنال بيقع في نفس الحفرة وفي الدقيقة 77 ركنية لباريس وبنعرفها يرفعها بس ايوبي يدخلها في نفسه بالغلط، وبهدف ايوبي العكس ده النتيجه تبقى 2-2 وتنتهي مباراه ارسنال وباريس بالتعادل برضه بس المره دي 2-2 على ارض ارسنال. وارسنال لما لعبت لودو غيرتس في تاني مباراتها ضدها كسبتها بسداسيه كاسحه، وافتتح السداسيه اليكسيس سانشيز في الدقيقه 13 بلوب عالمي، وبعديها وولكوت في الدقيقه 42 يسجل قنبله تفجر المرمى، وفي الدقيقه 47 كره جايه لتشامبرلين جاهزه ويشوطها ويسجل الهدف الثالث في المباراه. وفي الدقيقه 56 الساحر اوزيل يستلم كره وياخد سبرنت ويسجل الهدف الرابع في المباراه، وباسيست عالمي من سانشيز ينهيها اوزيل في المرمى ويسجل الخامس. وفي الدقيقه 87 اوزيل يسجل الهاتريك ليه وينهي المباراه 6-0 للارسنال. وبالاداء العالمي ده ارسنال يستحق ان هو يتصدر المجموعه ب 14 نقطه. وبيجي في المركز الثاني باريس ب 12 نقطه، تعادل في 3 وكسب 3. باريس وقتها كانت قويه جدا بقياده كافاني اللي كان هداف الفرقه ساعتها ب 38 هدف، ودي ماريا وفيراتي وسيلفا ولوكاس مورا اللي كان لسه نجم ساعات وقتها، وكان سكواد تقيل جدا بس من غير شخصيه ضد الكبار. باريس في تاني ماتشاته لعب ضد بازل وما كانش في افضل اداء، بس مونير في الدقيقه 90 ينقذ باريس ويسجل هدف والنتيجه تخلص 2-1. فعشان كده باريس صعد في المركز الثاني ب 12 نقطه. وفي المجموعه الثانيه بيجي في المركز الاول نابولي ب 11 نقطه، فاز في 3 وتعادل 2 وخسر ماتش واحد بس. واول لما اقول نابولي نفتكر على طول انسيني اللي كان عليه ارتو مزيكا، وكمان مارتينيز مهاجم مهاري وهداف، والنوع ده مش بيجي كتير. وامشك مسمار نص الملعب ورمز الوفاء لما راح الدوري الصيني وانتقل ليه قال عشان خاطر ما قابلش نابولي ولا لعبها. نابولي افتتح اول مباراته في دوري الابطال ضد بنفيكا وافتتح التسجيل ساعتها امشك براسيه، وبعدها يجي فاول لنابولي وساعتها مارتينيز يسجل فاول رايق جدا، وبعد كده نابولي يجي لها ضربه جزاء وميلك هو اللي هينفذ ضربه الجزاء ويسجل الهدف الثالث، وبعدها نابولي يسجل تاني وكده يكمل الرباعيه. بس بنفيكا حبت تحط بصمتها وجودش بعدها يرقص الحارس ويسجل، وبعدها سلافيو يستلم كرة جامده جدا وينهي الكرة في الجول وينتهي الماتش 4-2 لنابولي. وبمناسبه بنفيكا بتيجي في المركز الثاني ب8 نقاط، كسبت
2 وتعادلت 2 وخسرت 2. كان معاهم وقتها بيتزي وجرمالدو وليندلوف واندرسون وجوديش وليساو. كانت فرقه حلوه واسامي حلوه، بس ما كانش معاها حظ ان هي تكسب الكبار. بنفيكا البرتغالي لعب نابولي مرتين ذهاب واياب، فخسروا منهم رايح جاي، بس كسبوا ماتشين وتعادلوا ماتشين، فده كفيل ان هم يخلوهم يصعدوا مركز تاني. وبيجي بعدهم في المركز التالت بشكتاش ب7 نقاط، كسب ماتش وتعادل 4 وخسر ماتش واحد بس رغم الارقام عملوا ماتش كبير جدا ضد نابولي بهدف ادريانو بدايه الماتش، وبعدها بدا يرد عليه على طول مارتينيز بلمسه هدف، وبعدها الكاميروني ابو بكر يرد عليه ويسجل التاني ويقدم بشكتاش في النتيجه. وتيجي ضربه جزاء لنابولي بس انسيني يضيعها، وضربه الجزاء دي تكون سبب خسارتهم ويجي لهم ضربه جزاء تاني بس مانولو هو اللي يسجلها المره دي. بس ابو بكر ساعتها يعمل عادته المفضله ويخطف هدف في اخر الدقايق، هدف المكسب، هدف يخلي بشكتاش هي اللي تكسب المباراه وتخطف المباراه في اخر الدقايق. والماتش اللي بعده بيلعبوا دينامو كيف بس يخسروا منهم بسداسيه كاسحه، وكانت الفرقه ساعتها ضايعه خالص، وده اللي خلاهم يبقوا في المركز الثالث ويروحوا على الدوري الاوروبي على طول. رغم سداسيه دينامو كيف بس جم في المركز الرابع ب5 نقاط بفوز وتعادلين و3 خسائر. المجموعه الثالثه بقى كان فيها الثلاثي اللي مدوخ اوروبا لسنين طويله MSN. برشلونه ساعتها جه في الصداره ب15 نقطه، كسب 5 وخسر ماتش واحد بس. برشلونه ايامها كان في كل مركز في نجم، من تير شتيجن لما كان لسه في برايم وانيستا وميسي ونيمار وسواريز. برشلونه افتتح اول مبارياته في دوري الابطال، لعبت ضد سيلتيك ورزعتهم 7-0 بجول اول من ميسي في الدقيقه 3 رزعها في السقف، وباسيست من نيمار جميل يسجل ميسي الهدف الثاني ليه في المباراه والهدف الثاني لبرشلونه. وبعدها يجي فاول لبرشلونه ونيمار هو اللي هينفذه، ونيمار يسجل فاول عالمي. يا نيمار فين ايامك، وحشتنا والله، الواحد صدره تعب من فينيسيوس. المهم باسيست من نيمار ولمسه من انيستا على الطايل يسجل الهدف الرابع لبرشلونه، وبعدها بدقائق صغيره ميسي يسجل الخامس لبرشلونه، وسواريز قال لك هي جت عليا ويستلم ويسجل هو كمان هدف السادس لبرشلونه، وبعدها برضه يسجل السابع وينهي الماتش 7-0 لبرشلونه. برشلونه بعدها بجوله لعبت السيتي وكسبتهم 4-0 بهدف ميسي الاول في الدقيقه 17، وميسي سجل تاني اهدافه في الدقيقه 61، وبعدها ميسي سجل الهاتريك في الدقيقة 69، وبعدها نيمار الغدار يختمها بهدف روعة جدا في الدقيقة 89 وتنتهي المباراة برباعية لبرشلونة. وبمناسبة السيتي وطالما جبنا اسمه، جه في المركز الثاني ب9 نقاط، كسب 2 وتعادل 3 وخسر ماتش واحد بس. السيتي وقتها كان معاه دي بروين وايجويرو وسيلفا وسانيه وكومباني، كانت فرقة تقيلة جدا. عشان كده لما خسروا من برشلونة في اول جولة برباعية، السيتي بيلاعب برشلونة تاني بس على ملعبهم بقى، وبيبدأ الماتش وفي الدقيقة 21 ميسي بيسجل اول اهداف برشلونه في الماتش، وبعدها بدقايق يجي الرد من جندوجان وبيسجل هدف التعادل. والسيتي بعد كده بيجي لها فاول ويسجل دي بروين فاول عالمي جدا ويقدم السيتي في النتيجه، وفي الدقيقه 74 جندوجان بيسجل الثالث والثاني ليه في الماتش، وينتهي الماتش بفوز السيتي 3-1 وردوا الصار تاني. وبعدها السيتي بيلاعب بروسيا وبيرزعهم رباعيه بدون رد، عشان كده تاهلوا تاني المجموعه. وطالما جبنا سيرة بروسيا، جت في المركز الثالث ب5 نقاط بفوز و2 تعادل و3 خسارات. بروسيا بعد ما لعبت السيتي وخسرت منهم برباعيه، بتلاعب برشلونه برضو بعدها بجوله وخسرت منهم برباعيه بهاتريك اردا توران. الواحد ربك هو الواحد، 2 يا الحسن يا الحسين، 3 بالله العظيم ما جاينا تاني، 4 صحبتنا حلوه مربعه. عشان كده ياخدوا المركز الثالث ويروحوا على طول على الدوري الاوروبي. وبعدها بيجي سيلتيك في المركز الرابع ب3 نقاط، اتعادل 3 وخسر 3 من غير اي فوز، وننتقل على طول على المجموعه الرابعه. وكان بيجي في الصداره من المجموعه الرابعه اتلتيكو مدريد ب15 نقطه، كسبت 5 وخسرت ماتش واحد بس. لما نقول اتلتيكو مدريد 2017 يبقى نفتكر على طول جريزمان باحتفالته الجميله وتوريس وكاراسكو واوبلا. اتلتيكو مدريد لعبت بايرن ميونخ في تاني جولتها في دوري الابطال، والماتش كان مليان هجمات من الفرقتين، بس رغم ان الماتش كان مليان هجمات اتلتيكو مدريد كسبت 1-0 باقدام كاراسكو في الدقيقه 35. اتلتيكو مدريد بعد ما كسبت بايرن ميونخ 1-0 في ماتش الذهاب، لعبت بايرن تاني بعدها بكام جوله ماتش الاياب، والمباراه انتهت 1-0 برضه، لكن المره دي البايرن ميونخ باقدام ليفاندوسكي في الدقيقه 28. الباير انهى مجموعته في المركز الثاني ب12 نقطه، كسب 4 وخسر ماتشين بس. الباير كان سكواد جبار، كان ليفا وريباري وروبين وبواتينج وتياجو ونوير ومولر. باير ميونخ افتتحوا اول مباراتهم في دوري الابطال ضد روستوف وكسبوا 5-0. ليفاندوسكي افتتح اول اهداف الماتش في الدقيقه 28 من ضربه جزاء، وفي الدقيقه 45 عرضيه من ألابا، ومولر يسجل الهدف الثاني للباير. ومع بدايه الشوط الثاني باسيست من دوجلاس كوستا، كيميتش يسجل في الدقيقه 53 الهدف الثالث، وكيميتش ما يسكتش
الماتش على كده، وفي الدقيقه 60 يسجل رأسيه والهدف الرابع للبايرن، وفي الدقيقه 90 برنات يسجل هدف صاروخ ارضي وينهي الماتش 5-0 للبايرن. بس بعدها بثلاث جولات روستوف بتلعب البايرن تاني وبتاخد حقها منها وتكسب 3-2. بيفتتح اول اهداف المباراه دوجلاس كوستا في الدقيقه 35، لكن ازمون راعب روستوف يسجل في الدقيقه 44 هدف عالمي ويسجل التعادل، وفي الدقيقه 50 يجي بلانتر روستوف وبلوز يسجل منها هدف التقدم، لكن بعدها بدقيقتين بس وفي الدقيقه 52 برانت يسجل في الدقيقه هدف التعادل، وفي الدقيقه 67 يجي فاول لروستوف ويسجل منها دانيال هدف التقدم والهدف الثالث اللي يكسب روستوف 3-2. وروستوف الروسي بعد ما عمل الاداء الحلو ده قدام البايرن جه في المركز الثالث ب5 نقاط وراح للدوري الاوروبي على طول. فرقه كانت محترمه وبتلعب صح، بس طبعا المجموعه كانت اعلى منها بكتير. وبيجي في المركز الرابع ايندوفن الهولندي بنقطتين، اتعادل ماتشين وخسر 4. وبيجي بقى في المجموعه الخامسه مفاجاه البطوله ولولا حظ الوحش كان وصل فاينل، وهو موناكو الفرنسي. موناكو الفرنسي جه في صداره المجموعه ب11 نقطه، كسب 3 وتعادل 2 وخسر ماتش واحد بس. موناكو الفرنسي في 2017 كانت فرقه مليانه نجوم وشباب لسه طالعه. تعالى بص معايا كده الفرقه: امبابي وسيلفا وفالكاو وليمار وفابينيو وباكايوكو وجيلك، فرقه كانت شباب وجباره. موناكو الفرنسي افتتح اول مباراته في دوري الابطال ضد توتنهام الانجليزي وكسب 2-1، وافتتح التسجيل برناردو سيلفا في الدقيقه 15 بدريبل حلو قوي وسجل هدف روعه، وبعدها في الدقيقه 31 ليمار يستغل الكوره ويرزعها في الضيقه ويسجل الهدف الثاني، وبركنيه من لاميلا في الدقيقه 45 الدرفيلد يسجل رأسيه روعه ويخلي النتيجه 2-1. ورغم محاولات توتنهام عشان يرجعوا في النتيجه الماتش خلص 2-1، واول 3 نقاط خدها موناكو في البطوله. وموناكو لما لعبوا توتنهام في مباراه الاياب والمباراه الثانيه في المجموعات كسبوهم برضه 2-1، بس المره دي على ملعب موناكو. ولما بدات المباراه جه في الدقيقه 11 ضربه جزاء لموناكو وهينفذها فالكاو يضيعها على شماله، رغم ضربه الجزاء اللي ضاعت بس موناكو ما استسلمتش، وفي الدقيقه 48 رأسيه من سي دي بي ويسجل بيها الهدف الاول في اللقاء. وفي الدقيقه 52 جه ضربه جزاء لتوتنهام وهينفذها هاري كين ويسجلها على يمينه ويعادل النتيجه، بس بعدها بدقيقه بالظبط وفي الدقيقه 53 ليمار يرد عليه ويسجل هدف التقدم وتبقى 2-1. ورغم النتيجه موناكو فضلت ماسكه الماتش وينتهي الماتش 2-1 بفوز برضه موناكو للمره الثانيه على التوالي. وبعد ما موناكو ضمنت الصداره خلاص بيجي في المركز الثاني باير ليفركوزن ب10 نقاط، كسب 2 وتعادل 4. ابرز اسماء نجوم الفرقه ساعتها كانت شانالوغلو وبرانديت وتاه، كان ممكن يبقوا الثالث لكن اخر ماتش في دور المجموعات كان ضد موناكو، وموناكو ساعتها كان مريح 90% من اللعيبه بتاعته عشان خلاص صعد وضامن الصعود. عشان كده باير ليفركوزن كسبت موناكو 3-0 بهدف يورتشينكو في الدقيقه 30 صاروخ دخل في المرمى، وفي الدقيقه 48 برانديت يسجل الهدف الثاني في اللقاء، وفي الدقيقه 82 يجي ضربه جزاء لباير ليفركوزن وتتنفذ بس تخبط في الحارس اللي هو مورغان ديسانتس وتدخل هدف عكسي فيهم، وبكده باير ليفركوزن يكسب 3-0 موناكو ويتأهل من المركز الثاني ب10 نقاط. وبيجي في المركز الثالث توتنهام ب7 نقاط، فرق 3 نقاط بس عن باير ليفركوزن، كسبوا 2 وخسروا 3 وتعادلوا ماتش واحد بس. توتنهام رغم ان هم خرجوا من البطوله وراحوا على الدوري الاوروبي بس هي كانت فرقه كويسه وكويسه جدا كمان، كان معاها هاري كين وسون وإريكسن وديلي الي. توتنهام عندها مشكله وحيده وهي ما عندهاش نفس طويل في اي بطوله، واي فرقه بتقابلها كبيره ما عندهاش شخصيه قدامها، ودول خسارتهم من موناكو رايح جاي كان عندهم فرصه كبيره ان هم يصعدوا تاني. وبيجي في المركز الاخير سيسكا موسكو ب3 نقاط، اتعادل 3 وخسر 3. المجموعه السادسه بقى كان بيجي فيها مدريد وبروسيا، وطبعا قبل البطوله كله قال لك مدريد حاسم الصداره، بس لا بروسيا كان لها كلام تاني خالص، عشان كده جم في المركز الاول ب14 نقطه، كسبت 4 ماتشات وتعادلت 3. بروسيا 2017 يعني اوباميانج ورويس وجوتزا وبلوسيتش وكاغاوا فرقه كانت محترمه وتستحق الصداره فعلا. بروسيا افتتحت اول ماتشاتها ضد ليغا وراس وكسبت 6-0 بدون رد برأسيه من جوتزا في الدقيقه 7، وبعدها سقراطيس يسجل الثاني برأسيه، وبعدها براتورا يسجل بجون غريب جدا الثالث، وجاريرو بيسجل الهدف الرابع، وكاسترو بيسجل الخامس، وبهدف لوب من اوباميانج يخلص الماتش 6-0 وبدايه مشرفه لبروسيا. وفي الجوله الثانيه بتلعب مدريد في ملعبهم وسط جمهورهم والماتش بيخلص بتعادل 2-2. بيفتتح التسجيل رونالدو في الدقيقه 17 وبغلطه من نفاس فاران يسجل اوبا هدف التعادل، لكن فاران ما يستسلمش وبيصلح غلطته وبيسجل الثاني، لكن شوليه ما يسكتش برضه ويسجل صاروخ يعادل النتيجه بيه، وبيخلص الماتش بنتيجه 2-2. بعدها بروسيا بتلعب سبورتنج لشبونه ذهاب واياب وبتكسبهم في الماتشين، وبعدها بتلعب ليغا وراسو تاني وبتكسبهم المره دي 8-4 وتتصدر المجموعه ب14 نقطه. وبيجي في المركز الثاني مدريد ب12 نقطه، كسب 3 وتعادل 3 بدون اي خساره. مدريد 2017 يعني رونالدو وبنزيما وبيل وخاميس رودريجيز ومودريتش وكروس وراموس ومارسيلو وليله كبيره. مدريد رغم ان هي ما عملتش
اداء قوي في دور المجموعات، بس قالت كلمه في البطوله: من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. مدريد افتتحت اول ماتشاتها في البطوله ضد سبورتنج لشبونه بمكسب على الحروكرو. افتتح التسجيل في الماتش برونو سيزار في الدقيقه 48، وفضل مدريد لغايه الدقيقه 88 خسران، بس بعدها بدقيقه واحده بس وفي الدقيقه 89 بيجي فاول لمدريد، رونالدو ينفذ الفاول ويسجل هدف التعادل. وبتخصص مدريد في الدقيقه 94 بعرضيه من خميس رودريجيز ورأسيه من موراتا بيسجل القضيه بفوز صعب وبدايه مقلقه، بس البدايات الصعبه هي اللي بتكسب البطوله. وبعد ما تعادل مع بروسيا 2-2 بيتعادل بعدها بجوله مع ليغا وراسو 3-3، وطبعا اداء بايت بالاسماء دي. بعدها بيلاعب بروسيا مباراه الذهاب والمباراه الثانيه وعلى امل يكسبوا بقى، لكن برضه بيتعادلوا 2-2 في البرنابيو باسيست من كارفاخال، وبنزيما بيسجل الاول في المباراه، وبعدها باسيست من خميس رودريجيز بيسجل بنزيما الثاني في المباراه. لكن بروسيا ما استسلمتش، وفي الدقيقه 60 اوبا بيسجل الاول لبروسيا، وبعدها اوباميانج بيعمل اسيست ويسجل الثاني رويس في الدقيقه 88 وهدف التعادل. ومدريد بيبقى الثاني في الترتيب ب 12 نقطه وباداء باهت وملوش شكل خالص. وبعد انتهاء ماتشات مدريد بيجي في الترتيب الثاني ب 12 نقطه وباداء باهت وملوش اي شكل. وبيجي بعدها ليغيا وراسو في المركز الثالث باربع نقاط، ولشبونه بيجي بعدها في المركز الرابع بثلاث نقاط. المجموعه السبعه بقى كانت كاسماء مش قويه، بس كانت مجموعه كره محترمه. بيجي فيها ليستر سيتي في الصداره ب 13 نقطه، كسب 4 وتعادل ماتش وخسر ماتش. فاردي ومحرز وتشيرويل وشمايكل وسليماني كانت فرقه محترمه وتستحق الصداره. افتتحوا اول ماتشاتهم في البطوله ضد كلوب بروج وكسبوا بثلاثيه باقدام البرتون، وبعدها فاول من محرز يسجل منه الهدف الثاني، وبعدها يجي ضربه جزاء لليستر سيتي ومحرز يسجل الهدف الثالث ويكسبوا 3-0. وبقيه الماتشات بقى كسبوا 1-0 وكان طريقهم سهل في المجموعه. وبيجي في المركز الثاني بورتو ب 11 نقطه، كسب 3 وتعادل ماتشين وخسر ماتش. لما لعبوا ليستر سيتي خسروا 1-0 برأسيه من سليماني، بس بعدها لما لعبوا ليستر سيتي تاني كسبوا 5-0. وبدأت الحفله باول اهداف كان برأسيه من اندري سيلفا، وبعدها كورونا بيسجل هدف صاروخ والهدف الثاني، وبعدها برايمي بيسجل كعب رايق وبيكبر النتيجه، وبعدها بيجي ضربه جزاء واندري سيلفا هو اللي يسجل الرابع من ضربه جزاء، ويختمها دييجو جوتا بالخامس ويكسبوا 5-0 ويصعدوا تاني المجموعه. وبيجي في المركز الثالث كوبنهاجن بتسع نقاط، فاز 2 وتعادل 3 وخسر ماتش. كوبنهاجن كسب كلوب بروج رايح جاي، بس بقيه الماتشات خلصها تعادل ويروح على الدوري الاوروبي في المركز الثالث. وبيجي في المركز الاخير كلوب بروج بصفر نقاط من غير اي فوز وست خسارات كامله، فضيحه للفريق البلجيكي، وكان فريق ملوش شكل في الملعب ولا تكتيك. وفي المجموعه الثامنه والاخيره بيجي في الصداره اليوفي ب 14 نقطه، كسب 4 وتعادل الماتشين. اليوفي 2017 يعني ديبالا ومانزوكيتش وكودرادو وبونوتشي وكليني وماسكرانو وبيانيتش وغوديرا وبوفون، اسماء تجيب لك اي بطوله سهل جدا وبدون اي تعب، بس اهم حاجه الجماعيه في اللعب عشان تنجح اي فريق يكسب اي بطوله. المهم اليوفي بيلعب اول جوله ضد اشبيليه وبيتعادل 0-0 بدون اي اهداف، وبعدها بيلعبوا دينامو زغرب وبيكسبوا برباعيه كاسحه بدون رد. اليوفي بعدها بجوله بالظبط بيلعب ليون الفرنسي وبيكسب 1-0 بهدف كودرادو العالمي، ولما بيلعبوا ليون الفرنسي في مباراه الذهاب تاني بيتعادلوا 1-1 بماتش كان بطله لوبيس حارس ليون، وبعدها بجوله بيلعبوا اشبيليه في الذهاب برضه وبيكسبوا 3-1 بجول اول من باريخا في الدقيقه 9، لكن بضربه جزاء من ماركيزيو بيسجل هدف التعادل لليوفي. وفي الدقيقه 84 بونوتشي بيتقدم وبصاروخ بيسجل هدف التعادل، لكن مانزوكيتش قبل ما الماتش يخلص حب يحط بصمته وبيسجل الثالث في الدقيقه 94 ويخلص اليوفي في المركز الاول ب 14 نقطه بدون اي خساره. وبيجي في المركز الثاني اشبيليه ب 11 نقطه، كسب 3 وتعادل ماتشين وخسر ماتش واحد بس. ابرز نجومهم ساعتها كان بن يادر، كان مهاجم سفاح، كان جليتش في الحقيقه وفي فيفا كمان. المهم بعد ما تعادلوا في اول مباراه مع اليوفي في ثاني جوله اليوم بيلعبوا ليون الفرنسي وبيكسبوا 1-0 بهدف بن يادر، وبعدها بجوله بيلعبوا دينامو زغرب وبيكسبوا 1-0 بهدف سمير نصيري. بالمناسبه سمير نصيري وقتها كان موهبه صاعده وكانت موهبه جامده جدا، بس دمر نفسه وكان جزائري بس مثل منتخب فرنسا. وبعد ما خسروا من اليوفي 3-1 وهي دي اللي خلتهم يروحوا المركز الثاني ب 11 نقطه. وبيجي في المركز الثالث ليون الفرنسي ب 8 نقاط، كسب 2 وتعادل 2 وخسر ماتشين. كسبوا دينامو زغرب بثلاثيه في اول جوله ليهم، وبعدها خسروا من اشبيليه 1-0. وبعد ما بيلعبوا دينامو زغرب في مباراه الاياب بيكسبوهم 1-0 ومش بيكسبوا تاني خالص بعدها، رغم ان هم كان معاهم نبيل فقير ولاكازيت وتاليسو ولوبيز، بس الاسماء مش كل حاجه، عشان كده بقوا التالت وراحوا على الدوري الاوروبي.
ننسى بقى اللي فات عشان دخلنا على الجد. دور ال 16 بداية الرومونتادا والاخطاء التحكيمية. هنبدأ في دور ال 16 بس قبل ما نبدأ لو ما عملتش لايك كامل عشان بتعب في الفيديوهات، واللايك بيفرحني جدا عشان نوصل 1000 لايك. ونبدأ على بركة الله. اول ماتش في دور ال 16 باريس وبرشلونة، من افضل ماتشات دوري الابطال في التاريخ. في 14 فبراير 2017 تبدأ مباراة الذهاب في ملعب باريس وسط 46,000 مشجع واجواء فرنسية وصعبة على برشلونة. وكان سيلفا اهم المدافعين في العالم ايامها كان غايب بسبب الاصابة، ومشارك مكانه كيمبيمبي المدافع الصاعد الموهبة. وتبدأ المباراة على بركة الله، وفي الدقيقة 5 ثرو علي الكافاني لكن يقفل عليه سيرجيو روبرتو ويكملها ديليكسر ويشوطها علي. وبعدها ب5 دقايق وفي الدقيقة 10 تسديدة قوية من ماتويدي لكن يتألق فيها تير شتيجن، وباريس تفضل ماسكة الماتش في بدايته. وفي الدقيقة 18 بيجي فاول لباريس وينفذها دي ماريا ويسجل الاول وسط اداء باهت من لعيبة برشلونة. وفي الدقيقة 26 برشلونة بيبني هجمة بتيكي تاكا ويكمل بيها نيمار ويدي اسيست جاز لسيرجيو روبرتو، لكن تراب حارس باريس يصدها ويضيع التعادل على برشلونة. لكن باريس ما تسكتش، وفي الدقيقة 33 دراكسلر يراوغ سيرجيو روبرتو ويشوطها ويصدها تير شتيجن بتألق، ويفضل الضغط مستمر. لكن بعدها في الدقيقة 38 اندري جوميز بيحاول يراوغ لكن بتتقطع ويكمل بيها فيراتي، وباسيست عالمي يسجل دراكسلر التاني في وسط زلزال في ملعب باريس ونيار من لعيبة برشلونة والجماهير والمدرب. زلزال في حديقة الأمراء، زلزال في حديقة الأمراء. وبيبتدي الشوط التاني، وفي الدقيقة 46 رابيو بيسدد كرة لكن ما تروحش للجول بتسبب خطورة بس. وبعدها بدقيقتين بالظبط ماتودي بعرضية لكافاني وسط دفاع غفلة برشلونة بيسدد رأسية لكن ما تروحش للجول. وفي الدقيقة 54 تبدأ كرة من تراب حارس باريس والهجمة تتبني بتيكي تاكا بريحة برشلونة وتروح لدي ماريا ويسدد ارتو وتدخل هدف بتكتيك عالي جدا ويزود امال صعود باريس لربع النهائي ويكبر فقدان الامل للاعيبة برشلونة. وفي الدقيقة 57 كورزوا بعرضية لكافاني بيحاول يسجل الرابع لكن الكرة كانت قوية عليه، ودفاع برشلونة فضل يعاني من هجمات باريس وسط الاجواء الصعبة في باريس. وفي الدقيقة 71 هجمة تبدأ بمراوغة من مونيه ويدي اسيست لكافاني وكافاني يسجل الرابع في الدقيقة 71. وخلاص كده الفرق بيكبر وفرصة طلوع برشلونة بقت عالية، لكن ما تأمنش للكرة لان الكرة ملهاش امان. فانا القناص هو الأوروغواياني بالاختصاص، صاروخية عابرة للقارات. رهيب ولا رهيب. باريس سان جيرمان يعاقب برشلونة ويفتك منه الكرة المضمونة. وبرأسية في الدقيقة 84 من أمتيتي الكرة تخبط في العارضة وخلاص كده الماتش قفل على برشلونة، وينتهي الماتش بفوز باريس على ملعبه برباعية بدون رد وأداء كمان، بس الرد لسه في الكامب نو. ناصر الخليفي بعد هذه الرباعية التاريخية لباريس سان جيرمان في عهد هذا الرئيس أمام برشلونة ب4-0. وفي يوم 8 مارس 2017 تبدأ مباراة الإياب في ملعب الكامب نو وسط 96,000 متفرج في الملعب، وتبدأ المباراة وسط تركيز عالي من لاعيبة برشلونة وثبات انفعالي من لاعيبة باريس. وفي الدقيقة 3 كرة عالية في ال18 وسواريز يستغل غفلة دفاع باريس ويسجل الأول، ويبدأ مشوار الرومونتادا في الكامب نو مع فرحة لويس إنريكي والجماهير. الهدف الأول في كرة دخلت وكرة تحسب وكرة هدف. لويس إنريكي بيستمر ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ويسلسل الريمونتادا بالفعل. وبقلق من ماتويدي ياخد كارت اصفر بسبب تدخله على امتيتي. وبعدها نيمار بيحاول يغلط دفاع باريس بس الدفاع يفضل صاحي، واوناي ايمري واقف على الخط قلقان وباين عليه الخوف بسبب الضغط العالي من برشلونة. وفي الدقيقة 9 ماسكرانو بيسدد كورة بس تروح بعيدة وضعيفة، وفي الدقيقة 10 ديلكسر بيعرض كورة بس تخبط فيه ماسكرانو والحكم يقول ما فيهاش حاجة، وبسبب ظلم الحكم بيضيع ضربة جزاء مؤكدة من باريس. وفي الدقيقة 13 دراكسلر يدخل على ميسي وياخد كارت اصفر وبرشلونة تكسب خطأ، وميسي ينفذ الضربة الحرة بس تروح بعيدة عن الجول. وفي الدقيقة 16 نيمار بيشوط ارتو يمكن تيجي بس تروح بعيدة لكن بتعمل خطورة على باريس. وبعدها بدقايق بتدخل خطير على كافاني من بيكي ياخد كارت اصفر والماتش بيولع اكتر. وفي الدقيقة 24 بتدخل على رافينيا برشلونة تكسب فاول وميسي يشوط بس تخبط في كافاني والحكم ما يحسبش حاجة ويفضل الاخطاء التحكيمية مكملة في الماتش. وفي الدقيقة 33 ثرو من انيستا لكن تدخل على
على نيمار في ال 18 والحكم يرفض يحسب خطأ. وبعدها بدقايق وفي الدقيقة 39 اسيست من سواريز لانيستا، وانيستا بيعافر فيها وكورزوا بيدخلها في نفسه بالخطأ، واحتفالات من الجماهير، وانريكي والرومونتادا بتقترب اكتر والحلم بيتحقق. انيستا لا ماجيا، انيستا الماجيكو اندرياس في سفر ولعت مرة أخرى في دقيقة 38. وينتهي الشوط الاول المثير ويبدا الشوط الثاني بحافز كبير من لعيبه برشلونه وانريكي. وفي الدقيقه 47 نيمار بيراوغ ويدخل جوه ال 18 لكن منيه يتزحلق ويخبط في نيمار، والحكم بيحسب ضربه جزاء لبرشلونه، وميسي ينفذ ضربه الجزاء ويسجل صاروخ، وخلاص كده فاضل هدف على الرومونتادا. والقلق بيكبر من اوناي ايميري واللعيبه، والاحتفالات بتهز الكامب نو. وفي الدقيقه 51 عرضيه ارضيه لكافاني ويسدد، لكن الحظ بيعاند كافاني وتخبط في العرض. وفي الدقيقة 55 نيمار بيحاول يمثل على الحكم لكن الحكم بيقفشه ويقول ما فيهاش حاجة. وفي الدقيقة 59 كرة تخبط في الدفاع برشلونة وتروح لماتويدي لكن قوية عليه. وبعدها بدقيقتين وفي الدقيقة 61 عرضية من كورزاوا ويديها لكافاني، وكافاني يفجر المرمى ويسجل الهدف اللي يأمن عليهم، لكن الكرة ملهاش أمان إلا لو سمعت صفارة نهاية الماتش من الحكم. كرة خطيرة وجول كافاني السفاح، البيستوليرو إديسون البطيخة وليس بطيخة. كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة. وبعد الاحتفالات وبعدها بدقيقتين في الدقيقة 63 سرور كافاني ودفاع برشلونة يفتكرها اوفسايد لكن ما فيهاش حاجة، لكن تير شتيجن يتألق فيها وينقذ برشلونة من فضيحة كبيرة. وفي الدقيقة 66 سواريز بيمثل على الحكم لكن الحكم يفقسه ويديله كارت اصفر. ووسط هجمات ضايعة من الفرقتين وماتش مولع هيجي فاول لبرشلونة في الدقيقة 87 ونيمار داخل وهينفذها ويسدد صاروخ في ال90 والفرقة ترجع وما تحتفلش، يمكن يرجعوا في النتيجة. هدف هيفضل من احسن اهداف نيمار في التاريخ وهدف هيفضل محفوظ في الذاكرة. نيمار حتى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو، ما هذا من اين لك هذا؟ وبعدها بدقيقتين بالظبط وفي الدقيقة 88 سرود سواريز ويستغل يد كورزاوا عليه ويقع والحكم يحسبها ضربة جزاء ونيمار هو اللي هينفذها، وجماهير برشلونة واللعيبة على أعصابهم ويسجلها نيمار فعلا، وخلاص كده فاضل هدف واحد وهل هتحصل فعلا؟ جول del فوتبول كلوب برشلونة 5-1. يضرب نيمار يوزع نيمار جول. وسيرجيو روبرتو يحط رجله ويسجل القضية، يسجل الهدف اللي يخلي جماهير برشلونة تعمل زلزال في الكامب نو. مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة من دقيقة 87 النتيجة 3-1. البارسا يحتاج 3 جوال فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، وتحصل افضل رومونتادا في التاريخ محدش هينساها سواء بيشجع كرة ولا مش بيشجعها. الرومونتادا هتفضل في عقولنا، رومونتادا وماتش تحس ان هو فيلم، تحس ان هو سكريبت مكتوب مش ماتش طبيعي. واخيرا تنتهي المباراة باحتفالات من انريكي والجماهير واللعيبة ويحسموا صعودهم لربع النهائي بعد معاناة وماتش عامل زي الدراما. المواجهة اللي بعدها بقى ما بين ارسنال وبايرن ميونخ، ومباراة الذهاب اتلعبت في ميونخ بحضور 70,000 مشجع في الملعب، وفضيحة ارسنال في اسوأ مواسمها وسكواد البايرن مرعب، والماتش كان محسوم قبلها. البايرن بقيادة انشيلوتي وارسنال بقيادة ارسن فينجر، مواجهة اساطير. وتبدأ المباراة على ملعب بايرن ميونخ، وتبدأ المباراة بتسديدة من فيدال تعمل خطورة في اول الماتش، لكن روبن ما عندوش الكلام ده وما يستناش كتير، وبارتو في الدقيقة 11 بيسجل الهدف الاول وبداية نارية من البايرن. روبن بابا جول. وبعدها روبن بيحاول تاني بس بتروح ضعيفة المرة دي، وبتدخل من هوملز بياخد ارسنال فاول لكن نوير بيصدها من سانشيز. وفي الدقيقة 30 بتدخل من ليفاندوسكي ارسنال يكسب ضربة جزاء، لكن نوير يصدها وترجع تاني ويكملها سانشيز في الجول ويسجل الاول للارسنال والتعادل. يسجلها في نهاية المطاف. وفي الدقيقة 34 بكرة بتخبط في يد برلين لكن الحكم ما يحسبش اي حاجة فيها، وبعدها بتسديدة من تشاكا يصدها نوير. وبعد شوط اول مليان تصديات من نوير بيخلص الشوط الاول بالتعادل الايجابي، وبيبدأ الشوط الثاني وبيبدأ
الرد الالماني، وبعرضيه من الابا في الدقيقه 52 وبدايه الشوط الثاني بيسجل منها ليفا الثاني والتقدم. يا سلام على هذا الارتقاء، ارتقى وتوقف في الهواء وضرب الكرة بالراس مسجلا جول ثاني. وفي الدقيقه 55 وبعدها بثلاث دقايق على طول بيسجل تياجو الهدف الثالث وسط اداء وحش جدا من ارسنال في الشوط الثاني. وبعدها بكرة في العارضة بيكملها روبن بس بتخبط في ايد المدافع، لكن الحكم بيقول ما فيهاش اي حاجة. وبعدها من ركنية مارتينز بيسدد رأسية ويسدها اوزبينا بيتألق فيها وينقذ ارسنال، لكن اوزبينا ما يكملش جميل وبتسديدة من تياجو بتدخل خطأ وبيسجل الرابع وسط نظرات من ارسن فينجر وبخيبة امل وفرحة من انشيلوتي. وبعد نزول مولر على طول بيسجل الخامس في الدقيقة 88 وفضيحة ارسنال في ميونخ وخيبة امل من الجماهير ونتيجة كبيرة صعب الرجوع فيها اصلا. ميلان يفعلها وكأن المدرب كارلو انشيلوتي اقحمه من اجل ان يسجل هدفا سيكون مفيد له من الناحية المعنوية. بالخمسة البايرن يضرب امام ارسنال، ثقيل النتيجة على ارسنال. وتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ 5-1 في ملعبهم. هل هيبقى في كلام تاني في ملعب ارسنال؟ تعال نشوف. وتبدأ مباراة الاياب في ملعب ارسنال وسط 60,000 مشجع في الملعب واجواء صعبة على البايرن. ويبدأ الماتش وارسنال بتبدأ على ملعبها سخنة جدا عشان ترجع بدري في النتيجة، وارسنال تبدأ بهجمة بثرو من اوزيل لولكوت لكن نوير يطلعها، وبعدها برأسية من جيرو تروح جنب الجول ومحاولات للرجوع من ارسنال، وفعلا المحاولات تنجح. وفي الدقيقة 20 وولكوت بيسجل هدف عالمي جدا في الضيقة وبداية شرسة جدا من ارسنال، وقال هيبقى في رومونتادا وسط جمهورهم وملعبهم. تعال نشوف. وبعدها برأسية من جيرو لكن تعمل خطورة على المرمى، ومن فاول للباير بيسجل هومليس لكن الهدف يطلع تسلل. وفي الدقيقة 55 بتدخل على ليفاندوسكي جوه ال 18 بياخدوا ضربة جزاء وكمان طرد على لوكوشيليني، وليفا يتقدم وينفذ ضربة الجزاء وبيسجل هدف التعادل في المباراة، والمباراة بتصعب اكتر على ارسنال. وبعدها بمحاولة من بايرن ميونخ ورأسية تروح فوق العارضة وتعمل خطورة، وبعدها بمحاولة تاني من ليفاندوسكي لكن يصدها اوزبينا، وبكرة لخبطة من دفاع ارسنال روبن بيخطف الكرة وبيسجل الهدف التاني في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 78 دوجلاس كوستا بيتمشى والدفاع سايبه براحته ويشوط ارتو ويسجل الهدف الثالث والثامن بمجموع المباراتين. وبعدها بدقيقتين بالظبط وفي الدقيقة 80 بيسجل فيدال لوب، وخلاص كده انتهى تأهل ارسنال. والهدف الرابع والباير ما يسكتش على كده لا، وفي الدقيقة 85 بيثرو وسط دفاع ارسنال وبيسجلوا العاشر وبدال والهدف الخامس، ويبدو ان الامور بالكربون. هي مباراة ال5-1 ذهابا وايابا، وتخلص المباراة 10-2 بفضيحة في ملعب ارسنال وسط جمهورهم، ويتأهل الباير ربع النهائي بدون اي صعوبة نهائي. وبعد انتهاء افضل ماتش في دور ال16 جه بعدها مواجهة كلها متعة واهداف، موناكو ضد مانشستر سيتي. موناكو كان من المتوقع انها تخرج من السيتي لانها فرقة اضعف وفرقة مش خبرة في الابطال، بس كتيبة امبابي وفالكاو كانوا قدها واثبتوا انهم لعيبة كبيرة. اول مواجهة كانت على ملعب السيتي وسط 53,000 مشجع واجواء انجليزية صعبة على موناكو، وتبدأ المباراة على بركة الله، والسيتي بتبدأ هجمة بيضيعها ستيرلينج في بداية المباراة، وبعدها بكرة قوية جدا من مندي لكن كاباليرو يصدها، لكن موناكو عشان تثبت ان هي موجودة بكرة بنغيرك برأسية تروح قريبة من المرمى جدا، لكن دي بروين يرد على طول بتمريرة لكن تروح قوية على اجويرو ما يلحقهاش، لكن بعدها في الدقيقة 26 سانيه بينطلق ويمررها لستيرلينج وستيرلينج يسجل الهدف الاول وهدف التقدم للسيتي في ملعبهم. لكن بعد الهدف الاول من السيتي وفي الدقيقة 32 فالكاو بيرد على طول برأسية ويعادل النتيجة 1-1، والماتش بيولع اكتر واكتر وسط فرحة من الجمهور والمدرب واللعيبة. وبعدها بكرة من اجويرو ينطلق ويرقص الحارس بس الحارس يتدخل واجويرو يقع جوه ال 18، والحكم بيشوفها تاني ويلاقي اجويرو بيمثل فياخد كارت اصفر واعتراض من جوارديولا واللعيبة. وبعدها بثرو من فالكاو ومبابي ينطلق ويسدد كورة لكن تروح فوق العارضة، وبعدها ثرو تاني لمبابي لكن مبابي المرة دي بقى يقول كلمته ويحط حطته ويسجل التقدم لموناكو، والقلق بيبان على جوارديولا وبيفكر ازاي يرجع على ملعبه. وبعدها السيتي بيحاول بكورة من سانيه لكن الدفاع يطلعها من على الخط، وفي نهاية الشوط الاول فالكاو بيحاول يكبر الفرق لكن معاد يكون لسه ما جاش، والشوط الاول بيخلص وجوارديولا وارتيتا بيحاولوا يلاقوا حل للرجوع في النتيجة، والشوط التاني بيبدأ. ومع بداية الشوط التاني كرة لفالكاو لكن اوتاميندي بيعمل تاجلينج وياخد اصفر ويحسب ضربة جزاء، لكن فالكاو بيتقدم ويضيعها بتسديدة ضعيفة
ضعيفة ويدي امل للسيتي، وبعدها بسبرنت من اجويرو بيسدد كرة وتدخل ما بين رجل الحارس ويسجل التعادل، والسيتي بيرجع بقوة الشوط التاني وناوي يكسب الماتش. لكن بعدها بدقيقتين بالظبط وفي الدقيقة 61 بلوب عالمي من فالكاو ويسجل التالت، وبيرد على السيتي وبيقول لهم احنا الاحق ان احنا نتأهل. وبعدها مبابي بيحاول يكبر الفرق عشان يضمن الماتش لكن بيسدد خارج المرمى، لكن السيتي بيعقدها عليهم وعرضية من دافيد سيلفا بيسجل ايجورو التالت في الدقيقة 71 وبيقول لهم السيتي هو الاحق بالتأهل. وبعدها في الدقيقة 77 على طول بعرضية تانية من سيلفا وستونز بيسجل الرابع ويكبر الفارق، وخلاص امان موناكو والجماهير واللعيبة وحتى المدرب اتحطمت وخلاص مفيش تأهل. والسيتي ما يسكتش على كده، وفي الدقيقة 82 برضه بكرة من اجويرو لساني بيسجل الخامس في الماتش، وجماهير السيتي خلاص املها كبرت في التأهل وهيروحوا ضامنين التأهل، لكن ما يعرفوش جحيم ملعب موناكو، وتنتهي المباراة بفوز السيتي 5-3 على موناكو على ملعبهم وسط جمهورهم، لكن الرد لسه في فرنسا. وفي 15 مارس تبدأ مباراة الإياب في ملعب موناكو وسط 15,000 مشجع فرنسي، ورغم خيبة أمل الجماهير في الماتش اللي فات لكن عندهم ثقة صغننة إن اللعيبة ترجع ريمونتادا، وغياب فالكاو بسبب الإصابة أهم مهاجم عندهم والخبرة، لكن الفريق مش بيقف على لاعب ومش بيهمه الغيابات، وموناكو بيبدأ سخن وبيبدأ بدري الريمونتادا، وفي الدقيقة 7 كرة من سيلفا ومبابي بينهيها في الجول وتبدأ فعلا وبيدافع أكتر، وبكرة تبدأ من ليمار في الدقيقة 29 وبأسيست من مندي فابينيو بيسجل التاني في السيتي 1-0، وبخيبة أمل من جماهير السيتي واللعيبة، ومع كل دقيقة بتتقدم الأمل بيكبر لجماهير موناكو واللعيبة، وبيبدأ الشوط التاني وبيسجل الأول للسيتي والأمل الصعود بدأ يرجع تاني للإنجليز، وفي الدقيقة 77 بيجي فاول من موناكو بيرفع ليمار عرضية وبيسجل منها باكايوكو الهدف التالت والمرض، ووسط هجمات من السيتي لمحاولة الرجوع، لكن المباراة تنتهي بفوز موناكو 3-1 بريمونتادا، وخلاص كده باي باي السيتي وصعود موناكو رسميا باستحقاق وبغياب اهم لاعب عندهم فالكاو. القمة بقى اللي بعدها كانت ما بين ريال مدريد ونابولي، كرة اسبانية ضد كرة ايطالية. اول ماتش كان في البرنابيو بحضور 78,000 مشجع في البرنابيو واجواء شتاء جميلة، وتبدأ المباراة ومدريد تبدأ سخنة وتروح بهجمة وبتسديدة من بنزيما لكن تتصد، لكن في الدقيقة 8 وسط غفلة من دفاع مدريد انسيني بيقول كلمته ويستغل خروج نفاذ ويسجل الاول في المباراة، وفرحة من جماهير نابولي واللعيبة وبداية الماتش بهدف لكن لسه بدري. يسجل انسيني ويتقدم نابولي، وبعدها بعرضيه من رونالدو بنزيما بيضيعها بطريقه غريبه جدا، لكن مدريد ما يستناش كتير ويرد على طول، وبعرضيه من كارفاخال في الدقيقه 18 بنزيما بيسجل الاول والتعادل ويصلح غلطته. ويا لها من مباراة عزيز المشاهد، يعود ريال مدريد وبعدها بدقايق صغيره بس سرور رونالدو ويضيع انفراد كان هيقدمهم في النتيجه، لكن المره دي بقى رونالدو بيدي سرور بنزيما، لكن بنزيما المره دي هو اللي يضيعها وتستمر سلسله ضياع الاهداف، وينتهي الشوط الاول بسيطرة مدريدية وضياع اهداف، ويبدأ الشوط التاني بعدها، ومع بداية الشوط التاني باول هجمة بثرو من رونالدو وكروس يركنها بفن ويسجل التاني لمدريد وفرحة من الجماهير اخيرا، وبعدها مدريد بيستمر في الضغط وبتسديدة من مارسيلو بتروح فوق المرمى لكن تعمل خطورة، وبعدها بداية وفي الدقيقة 54 كرة تروح عالية لكاسيميرو ويسدد على الطاير ويسجل الهدف الشهير ليه، هدف عالمي في دور ال16 وبيكبر الفارق وبيقتل امان نابولي في بداية الماتش. وبعدها نابولي ما تسكتش وبتحاول بكرة بيضيعها مارتينيز قدام الجول وبهجمة تانية بس المرة دي بيصدها نفاذ ويتألق فيها، لكن بعدها بيسرو من كروس لكن رودريجيز بيحاول بس بيصدها ببرينا، وبعد محاولات من نابولي كتير بيسجلوا اخيرا هدف لكن بيطلع تسلل للاسف، ومدريد بتبني هجمة وبتهاجم وبسرو من رونالدو بيضيعها مارسيلو بتسديدة سيئة جدا، وبتنتهي المباراة بعد فرص كتير ضايعة من مدريد كان ممكن تكبر الفرق اكتر واكتر واداء باهت من نابولي. وهل نابولي تقدر ترجع بريمونتادا في ملعبها؟ تعال نشوف. بعدها بتتلعب مباراة الإياب في ملعب مارادونا ملعب نابولي وسط حضور 56,000 مشجع في الملعب، وجماهير نابولي واثقة في لعبتها انها ممكن تقدر ترجع، وجماهير مدريد واثقة في التأهل بسبب فوزهم في المباراة الأولى، وتبدأ المباراة ونابولي بتبدأ بهجمات عشان ترجع بدري وتبدأ الماتش سخنة، ومارتينيز برأسية يصدها نفاذ وينقذ ريال مدريد، وبعدها بتسديدة من انسيني لكن نفاذ بيصدها وبيصلح غلطته بتاعت الماتش الأولاني، وهمشك بعدها بيحاول
لكن بتروح بعيدة عن المرمى، وبعدها بيل بيرد بهجمة ويسدد كرة لكن بتروح ضعيفة للجول، لكن بعدها بثرو من همشك لمارتينيز بيسجل الاول، وبداية مشوار الرومونتادا شكلها وفرحة من الجماهير، وده كبر عندهم امل الرومونتادا وانهم يرجعوا. لكن رونالدو بعدها بيسخن وما يحبش يدوم امل ويروح بهجمة ويراوغ بيبرينا ويسدد لكن تخبط في العارضة، وبعدها نابولي بترد وبحاولة من مارتينيز وبتسديدة لكن تروح جنب العارضة، وبعدها بهجمة مرتدة من همشك وياخد سبرنت لكن ما يقدرش يكمل ويسدد بدري وتروح بعيدة عن الجول، وبعدها بينتهي الشوط الاول باستحواذ نابولي واداء احسن لكن لسه مفيش اهداف. ومع بداية الشوط الثاني مدريد بينزل ضاغط وبيسدد بنزيما لكن الكرة تروح جنب الجول، وبعرضية من كروس في الدقيقة 51 بيسجل راموس الهدف الاول لمدريد ويزيد فرصة التأهل ويقتل امال جماهير نابولي ويصعبها على اللعيبة اكتر. وبعدها في الدقيقة 57 بعرضية تانية ورأسية من راموس تخبط في مارتينيز وتدخل هدف عكسي يكبر الفارق ويضمن التأهل لمدريد لربع النهائي. وبعد محاولات من نابولي للرجوع بعرضية من اسكو بيستلمها كارفاخال ويراوغ الدفاع وبيضيعها بطريقة غبية وغريبة وبيضيع هدف مؤكد 100%. ومع انتهاء المباراة في الدقيقة 90 ثرو من مارسيلو بيسددها رونالدو لكن بيبرينا بيصدها لكن بيكمل عليها موراتا ويسجل الهدف الثالث، وخلاص كده بينتهي امال نابولي ويأكد التأهل لمدريد في ايطاليا. وبتنتهي المباراة بفوز مدريد 6-2 وباكتساح ويتأهل لربع النهائي. المباراة اللي بعدها بقى كانت ما بين بورتو ويوفنتوس، مباراة مضمونة لليوفي بسبب فرق السكواد. إليجري اليوفي ضد نونو سانتوس بورتو، هل نونو سانتوس يقدر يعمل المستحيل؟ تعال نشوف. واول ماتش كان في ملعب بورتو في البرتغال وسط 49,000 مشجع، وده ما كانش سبب يخلي اليوفي يقلق. ومع بداية الماتش واليوفي ماسكة بورتو هجمات وخطورة وبورتو كان ردة فعل بس، وبورتو كانت متمسكة نسبيا، بس في الدقيقة 27 جه طرد التليس وده كان سبب يوقع بورتو. وطول الماتش كاسياس كان شايل كتير وصد كتير بس جه وقت الهدف، وفي الدقيقة 72 بيجي الرد من بيانيتش وبيسجل صاروخ. وبعد ما اليوفي اتقدم 1-0 ما سكتش على كده، وبعدها بدقيقتين بس في الدقيقة 74 بيسجل داني ألفيش جول من عرضية أليكس أندرو وبيكبر الفارق 2-0. وبعد سيطرة اليوفي بيخلص الماتش على ملعب بورتو 2-0 باستحقاق. وفي مباراة الإياب على ملعب اليوفي وسط 41,000 مشجع وأجواء إيطالية صعبة على بورتو، بتبدأ مباراة الإياب بضغط عالي من اليوفي وسموت من كاسياس قدام هجوم اليوفي، وفي الدقيقة 40 بتسديدة من هيجوايين وماكسي بيريرا بيصدها بإيده وبالإنقاذ ده بياخد طرد. وبنفس السيناريو ديبالا بينفذ ضربة الجزاء أرضية وبيقدم اليوفي وبيأكد التأهل. وبينتهي بعدها الماتش بفوز اليوفي 3-0 بمجموع المباراتين بدون رد من بورتو وتأهل مستحق. والمباراة قبل الأخيرة أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن، ومباراة الذهاب كانت في ملعب باير ليفركوزن بحضور 29,000 مشجع، ومباراة اللي يكسب فيها هيدافع في الإياب. وتبدأ مباراة الذهاب بسيطرة من أتلتيكو مدريد وإنقاذ من الدفاع، وبعدها بهجمة من جريزمان بيسدد كرة لكن لينو بيصدها، بس فليب لويس بيكملها ويرفع عرضية لكن يشيلها المدافع، لكن باير ليفركوزن بيحاول لكن يشيلها سافيتش. وفي الدقيقة 17 بكرة من ساول بيسدد ارتو وبيسجل الاول للاتليتيك، وبعدها على طول ما يستنوش كتير وفي الدقيقة 25 بيسجل جريزمان الهدف الثاني، وبتسديدة صعبة مويا بيصدها ويتألق فيها ويحرم الباير من التقدم. وبعدها بهجمة من جريزمان بيسدد كرة لكن لينو بيمنعهم من التسجيل. ومع بداية الشوط الثاني كريم بالعربي بيسجل الاول للباير في الدقيقة 48 على طول، وبيدي امان للرجوع في النتيجة بعد سيطرة من اتلتيكو مدريد. وبعدها جيميرو بيحاول يكبر الفارق لكن الكرة بتخبط في العارضة، وبعدها وبخطأ من الباير في ال18 بياخدوا ضربة جزاء اتلتيكو مدريد وبيسددها جيميرو وبيكبر الفارق لاتلتيكو مدريد. وبعدها بدقايق بالظبط وفي الدقيقة 68 عرضية من الباير لكن تخبط في ايد الحارس وسافيتش وتدخل هدف عكسي على سافيتش. وبعد الهدف العكسي ده الباير بقى عندهم امل وبدأوا يهاجموا، وبعدها بيعملوا هجمة وبعرضية من هرنانديز بيسددها لكن فيليب لويس بيشيلها من على الخط وبيشيل امل الجماهير معاها واللعيبة. لكن في الدقيقة 86 توريس بيسجل رأسية بعد ما نزل بديل وبيقول لهم خلاص انا خلصتها، لكن بعد هجمات كتير من الفرقتين الماتش بيخلص بفوز اتلتيكو مدريد 4-2 على باير ليفركوزن. وبعدها بيلعبوا ماتش الاياب على ملعب اتلتيكو مدريد بحضور 49,000 مشجع، لكن زي ما قلت لكم في الاول لو فاكرين اللي هيكسب في المباراة الاولى هيدافع في المباراة الثانية. والماتش بعد محاولات من الباير ودفاع زيادة من اتلتيكو مدريد بيخلص 0-0 وبيصعد الاتلتي لربع النهائي. واخيرا وصلنا للمباراة الاخيرة في دور ال16 ليستر سيتي ضد اشبيلية، ومباراة الذهاب كانت على ملعب اشبيلية بحضور 38,000 مشجع. وبتبدأ المباراة بتدخل على كوريا في الدقيقة 14 وبياخدوا ضربة جزاء وبينفذها كوريا لكن شمايكل
بيتألق فيها ويصدها، لكن اشبيليه كان ليها رد، وفي الدقيقة 25 سرابيا بيسجل الأول من رأسية قوية جدا، وفي الدقيقة 62 بكرة من كوريا بيسجل التاني واستعداء باهت من ليستر سيتي، لكن فاردي بيرد على طول في الدقيقة 73 وبيسجل هدف بيدي الجمهور أمل، وبتنتهي المباراة 2-1 لإشبيليه على ملعبهم وأداء سيء من ليستر سيتي. وبعديها بتبتدي مباراة الإياب في ملعب ليستر سيتي بقيادة فاردي، وهل يقدروا يعملوا منتدى؟ تعال نشوف. ليستر سيتي بتبتدي المباراة على ملعبها سخنة جدا عشان ترجع الأول في المباراة، وبفاول في الدقيقة 27 بيسجل منه مورجان، وبكرة صاروخ من اسكوديرو من نص الملعب بيسدد صاروخ، لكن الكرة بتخبط في العارضة وبتمنع هدف عالمي جدا، وبكرة بتبدأ من محرز وتخبط ما بين الدفاع بيكملها البرتيون وبيسجل صاروخ الرومونتادا، وليستر سيتي بيعود برومونتادا قوية وسط ملعبه وجمهوره، وبعدها سمير نصري بياخد طرد وبيقفل عليهم الماتش نهائي، وإشبيليه بيجي لها ضربة جزاء هدية في الدقيقة 80 وبيسددها نزونزي، لكن شمايكل بيصدها وبيتألق فيها، وتخلص المباراة بفوز ليستر سيتي 2-1 برومونتادا توصلهم لربع النهائي. وبكده بينتهي دور ال 16 بأهداف مجنونة وماتشات مجنونة، وماتشات كانت عاملة زي الأفلام الدرامية، رومونتادات ورد من ده على ده. وبعد انتهاء دور ال 16 ندخل بقى على ربع النهائي التاريخي. وبعد ما وصلنا ربع النهائي بيبدأ الجد والمتعة، ومباريات هتحدد مين يقدر يوصل النهائي. بعد تأهل أفضل 8 فرق بيكتمل ربع النهائي، وأول مباراة بتبقى بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، مباراة كتير شايفين إنها مباراة ظلم وأخطاء تحكيمية، وناس شايفة مباراة عدل، فهنشوف دلوقتي مين الصح فيهم، واكتب في الكومنتات رأيك تحت. مباراة الذهاب كانت في ملعب بايرن ميونخ وسط حضور 70,000 مشجع ألماني، وزيدان ضد أنشيلوتي، لقاء الأساطير، وهل زيزو هيعرف يحرق أشجار ميونخ؟ تعال نشوف. والماتش بيبدأ بهجمات، بس في الدقيقة 16 بتدخل من بواتينج على بنزيما بياخدوا ضربة حرة وبينفذها رونالدو، لكن بتروح عالية جدا عن الجول، وبعدها ألابا بيجرب بتصديدة قوية لكن بتروح قريبة من الجول وبتعمل خطورة، وبعدها بنزيما بيرد برأسية تخبط في العارضة وتمنع هدف أول لمدريد، لكن رد باير جه في الدقيقة 24 برأسية من فيدال وبيتقدم الباير في النتيجة، وشكلها كده الباير ناوي على البطولة وداخل سخن، لكن ما تأملش المدريد غير على صفارة الحكم. يتقدم المحارب الجيلي ويأتي بكرة قوية جدا، لا تصاد ولا تراد. وبعدها على طول روبن بيرفع عرضية وفي ضرب رأسية تعمل خطورة على نافاس، وبعدها بدقائق صغيرة جدا رونالدو بيسدد كرة خطيرة ونوير بيتألق فيها ويصدها، ومدريد بيفضل يحاول لكن نوير بيفضل متألق قدام هجوم ريال مدريد، وفي نهاية الشوط الأول بتسديدة من ريبري بتخبط في كتف كارفاخال والحكم بيحسب ضربة جزاء، ورغم اعتراض اللعيبة على القرار لكن حسبها ضربة جزاء صحيحة، وعشان الظلم وحش فيدال بيتقدم وبيسدد ضربة الجزاء وتروح عالية ويمنع بايرن ميونخ من التقدم البدري، ولسه رونالدو بيحاول الرجوع لكن ميعاد الهدف لسه ما جاش، وبينتهي الشوط الاول بتقدم الباير بهدف من غير رد، وهل كتيبة زيزو هيبقى لها رأي تاني؟ وبيبدأ الشوط التاني وسط تركيز من الفرقتين، وبيبدأ شوط المدربين، وبعد بداية الشوط التاني بدقيقة واحدة بس وما يستناش رونالدو اكتر من كده بيجي الرد منه بجول في نوير ويعادل النتيجة، ويقول انا رونالدو انا الكبير وانا الاحق بالفوز بالبطولة التانية على التوالي. النجم الحاسم، نعم، في ليلة حاسمة، ليلة كبيرة هنا، الكرات الماضية، نعم، العرضية مثالية ولمسة، يا سلام، من كريستيانو رونالدو. وبعد جول رونالدو بيل بيحاول بعدها برأسية لكن تخبط في العارضة والماتش بيولع اكتر، وبعدها خافي مارتينيز بيتدخل على رونالدو وبياخد كارت احمر وبيدي فرصة كبيرة لمدريد، وبعدها بداية بس كرة بتخبط في ايد ريبري وبياخد مدريد فاول وبيسددوا راموس، لكن الكرة بتروح عالية فوق المرمى، وبعد نزول اسينسيو بدقايق مكان بيل بيحاول يسدد كرة لكن بتروح ضعيفة لنوير، وبعدها كارفاخال بسرور بنزيما وبيصدها نوير وبيتألق فيها ويمنع الهدف الثاني، وبعد ضغط مدريدي ومحاولات كتير كرة بتروح لرونالدو عالية ورونالدو بيسددها وبيصدها نوير ويتألق فيها، تصدي جامد وصعب وشال هدف مؤكد 100%، لكن المرة دي بتظبط مع رونالدو بسرو لوب من اسينسيو وبيسددها رونالدو وتدخل هدف من رجل نوير، بس رغم الهدف نوير كان متألق في المباراة جدا وبشكل كبير، لولا نوير في المباراة كان الباير خسر بسكور، وبعدها روبن بيحاول بتسديدة يمكن ترجعهم في النتيجة لكن تروح ضعيفة لنافاس، وبعدها رونالدو بعرضية لمارسيلو بيسددها لكن تروح جنب العارضة وتحرم مدريد من هدف تالي، وبعدها على طول بكرة من مارسيلو برضه وبيسددها لكن تروح لبنزيما وبيسجلها لكن الهدف بيطلع تسلل في الاخر، وبعدها مدريد بيكسب فاول وكروس بينفذ الفاول وبيرفع كرة لراموس وبيسجل التالت لكن الحكم بيقول فيها اوفسايد، وفعلا بتطلع اوفسايد بعد ما يعيدوها، وبعد الماتش الجامد ده والمحاولات دي كلها بيخلص بصفارة الحكم 2-1 لمدريد، وبعد طرد الباير
ده مدريد بيستغل الفرصة وبيسجل وبيتقدم في المباراة، لكن لسه في ماتش في البرنابيو، وهل هيقدر الباير في الرجوع؟ تعال نشوف. وبعد نتيجة المباراة الأولى بتبدأ مباراة الذهاب في ملعب البرنابيو وسط حضور 78 ألف مشجع وسط أجواء أسبانية وماتش درامي بتعليق الشوالي. كرام طريقة أنشيلوتي التي يلعب بها الليلة 4-1. وهل الباير يقدر يرجع في النتيجة ويعمل رومونتادا رغم ان هو خارج ارضه؟ وتبدأ المباراة على بركة الله، وبتبدأ الباير سخنة بهجمة من روبن لكن نفاذ يطلعها ويمنع هدف بدري، لكن مدريد بترد على طول بهجمة من مارسيلو ويباصي رونالدو لكن رونالدو بيصطاد عصافير، وبعدها بعرضية من كارفاخال بيتلخبط فيها نوير وتروح لراموس وبيسددها لكن بينقذها بواتينج، انقاذ بيمنع هدف اول بداية الماتش ويقتل امال الجماهير. وبهجمة بعدها بتبدأ من ألابا وربر بيدي ثرو لتياجو بس مارسيلو بيشيلها وبيكملها روبن وبيسددها عالية، وبعدها الباير بيرد وبيحضر بهجمة وبكرة من ليفا الفيدال وبيسددها لكن تروح فوق العرض، لكن مدريد بيردها بهجمة من رونالدو بوش رجله بكارفاخال وبيسددها لكن نوير بيتألق فيها ويصدها، لكن بكرة بتبدأ من هوملز بيباصيها بنزيما بيدخل عليه وبيقطع الكرة وكان هيتسبب في هدف لكن الكرة بتطلع بره، ومدريد بيبدأ هجمة من مودريتش بثرو لوب رونالدو وبسبرنت منه بيسددها في النص لكن نوير بيمسكها، وبعدها مدريد ما يستناش وبيبني هجمة تانية لكن بنزيما بيقطعها وبترجع لكارفاخال وبيديها لكروس لكن كروس بيسددها عالية، لكن بعدها بدقايق مارسيلو بيدي ثرو لكروس وكروس بيسددها تاني لكن المرة دي بينقذها هوملس من قدام نوير، لكن كروس بعدها بيحاول للمرة الثالثة على التوالي لكن نوير المرة دي بيصدها وبيفضل الضغط مدريدي، ومع صفارة الحكم بينتهي الشوط الأول 0-0. وهل شوط المدربين هيكون فيه أهداف؟ تعال نشوف. وبيبدأ الشوط الثاني وبضغط من الباير بتسديدة من روبن بيطلعها مارسيلو من على الخط وبينقذ هدف 100% مؤكد وبيمنع أي أمل لرجوع البافاري، لكن بعدها بكرة من روبن وبيدخل عليه كاسيميرو جوه ال 18 والحكم بيحسب ضربة جزاء وبيدخل ليفا وبيسددها على الشمال وبيسجل الأول للبافاري وشكلها فيها رومونتادا، وبعد هدف الباير مدريد ما يستلمش لكن بكرة بأسينسيو بيسددها لكن نوير يشيلها وبينقذ المرمى، لكن بعدها على طول بدقايق روبن بيرد على مدريد بثرو لوب الفيدال وفيدال بيسددها بشكل وحش ويضيع التقدم على الباير، لكن مدريد على طول بيستغل تقدم دفاع الباير وبهجمة مرتدة بينترك كارفاخال لكن بيتصرف فيها وحش وبيضيع جول على مدريد، لكن مدريد بترد رد قوي جدا وكاسيميرو بيرفع كورة عالية لرونالدو ورونالدو برأسية قوية بيسجل التعادل وبيأكد التأهل وبيصعبها على الباير، لكن الباير مش فرقة سهلة، وبعدها على طول رونالدو بيحاول يسجل التاني عشان ينهي الماتش بدري بتسديدة صاروخية لكن نوير بيصدها ويتألق، لكن بكرة بيكملها مارسيلو لكن بيسددها بعيدة عن الجول، وبعدها بدقايق بكرة عالية بيستلمها مولر لكن تروح لليفا وتخبط ما بين الدفاع وتدخل هدف غبي ممكن يطلع مدريد من البطولة، لكن مدريد بيصر على التأهل، لكن رونالدو بعد ما اتعصب من الهدف ده بيرد على طول بكرة عالية من راموس وبيستلمها وبيسددها وبرد قاسي من رونالدو بيسجل الهدف الثاني لمدريد وبيحرق أشجار ميونخ وبيأكد التأهل. وبعد محاولات وهجمات كتير وفي الدقيقة 109 بكرة بسبرنت بتبدأ من مارسيلو وبيعدي من الفرقة كاملة وبيديها رونالدو وبيسجل هدف فيه شبه تسلل، وفعلا تسلل لأن رونالدو متقدم من قبل الهجمة بكتير بس الحكم بيحسبها هدف، وبيتقدم مدريد في النتيجة وبيقتل آمال جماهير الباير والتأهل لنص النهائي بيقترب أكتر من الأول. وبعدها بكرة بتبدأ من مارسيلو بيراوغ روبن اللقطة الشهيرة وتحس إن هو كان في فورمة جبارة الماتش ده، وساعتها روبن وقع على الأرض واتبهدل جدا، والصراحة الباير كلها كانت متبهدله في الماتش ده. وفي الدقيقه 112 اسينسيو بيستغل تقدم دفاع الباير وبسبرنت مع رونالدو لكن بيفضل يراوغ احسن وبيسدد الكره وبيسجل هدف عالمي ويحسم النتيجه، خلاص كده مدريد بيتاهل رسميا وبينتهي الماتش بصفاره الحكم بفوز مدريد 6-3 وبيحرق اشجار ميونخ وبيقترب بتحقيق تاني القابه على التوالي. المباراه اللي بعدها بقى كانت ما بين موناكو وبروسيا دورتموند، فرقه خبره ضد فرقه مواهب. اول مباراه كانت في ملعب بروسيا وسط حضور 66,000 مشجع وتبدأ المباراة، وفي بداية المباراة أوبا بيحاول يسجل بدري لكن الدفاع بيبقى صاحي، لكن بروسيا بتفضل لقطة وبهجمة من أوبا بيسدد لكن بتروح عالية فوق الجول، لكن بعدها مبابي بيحب يرد بعرضية لفالكاو ورأسية لكن بتروح عالية عن المرمى، وفي الدقيقة 14 مبابي بهجمة لكن الدفاع بيتدخل وياخدوا ضربة جزاء وفابينيو هو اللي هينفذها وبيدخل يسدد لكن بيضيعها ويضيع التقدم البدري، وبعدها بكرة بتبدأ من سيلفا وبيمررها لليمار وليمار
بيديها لمبابي وتدخل هدف من غير قصد بكرة فيها شبه تسلل من مبابي، بيتقدموا 1-0 لكن سقراطيس بيغطي التسلل، وبداية وحشة وخيبة امل من بروسيا على ملعبه وسط جماهيره. لكن بعدها بدقايق بروسيا بيفوق وجنتر بيراوغ دفاع موناكو ويباصي، لكن كاجاوا بيسددها وحشة وبيضيع التعادل، وبيفضل بروسيا ضاغط وبكرة بتروح هدية لديمبلي بيضيعها بطريقة غريبة جدا ويضيع هدف مؤكد 100%. لكن في الاخر بتطلع تسلل بقرار من حكم الراية، لكن موناكو ما يسكتش ويحب يرد، وفي الدقيقة 34 موناكو بيضغط وبعرضية لفالكاو، لكن بندر بيدخلها في نفسه وبيسجل هدف عكسي من المدافع، هدف بيزيد احباط جماهير بروسيا وبيزيد امال جماهير موناكو في التأهل. وبينتهي الشوط الاول بتقدم موناكو 2-0 واداء باهت من بروسيا. وهل بروسيا هتفوق وهترجع الشوط الثاني على ملعبها؟ تعال نشوف. ومع بداية الشوط الثاني بروسيا بتضغط وبتدخل على اوباميانج، بياخدوا ضربة حرة، وضربة حرة قريبة جدا من المرمى وبينفذها ديمبلي، لكن بيشوطها وبتروح جنب العارضة وبتعمل خطورة بس، وبتفضل بروسيا ضغطة وتضيع في هجمات كتير وممكن يندموا عليها في الاخر. لكن بعرضية من جريرو في الدقيقة 57 اوبا بكعب ويدي سروق كاجاوا يمررها لديمبلي ويسجل الاول، والجماهير ساعتها خافت لا يضيع دي كمان، بس الحمد لله سجلها وفي امل لسه للرجوع. وبعد هدف بروسيا ده موناكو بتفوق اكتر وبتحاول ترد، وبكرة من ليمار في الدقيقة 75 يمررها سرولوب بالفالكاو ويعدي من الحارس، لكن يضيعها بطريقة غريبة جدا ويمنع هدف كان هيسهل عليهم التأهل في ملعبهم. لكن بعدها بدقيقتين بس وفي الدقيقة 78 من خطأ من الدفاع مبابي بيضغط ويقطع الكرة وبيجري بسرعته ويسجل الهدف، بيسجل جول عالمي وبيأكد ان هو موهبة قادمة كبيرة لدفاعات اوروبا، وفضيحة لبروسيا في ملعبه بأداء باهت جدا ومفيش اي ردة فعل منهم. لكن بروسيا ما تستسلمش وبتقول انا لسه هنا، وعرضية يستلمها كاجاوا ويراوغ دفاع موناكو ويسجل الهدف الثاني، هدف جميل بيبهدل بيه دفاع موناكو، لكن لسه التأهل لموناكو بالنتيجة دي. وفي اواخر ثواني الماتش بروسيا لسه بتحاول بعرضية ورأسية من اوباميانج بتروح فوق العارضة وتمنع التعادل وتوقع قلوب جماهير موناكو وبروسيا. وفي الاخر مع صفارة الحكم بتنتهي المباراة بفوز موناكو 3-2 على بروسيا. وللاسف بروسيا في مهمة صعبة جدا على ملعب موناكو للرجوع في النتيجة، وهل بروسيا تقدر ترجع وتتأهل في فرنسا؟ تعال نشوف. وفي مباراة الإياب على ملعب موناكو بحضور 17,000 مشجع ومباراة صعبة، وتبدأ المباراة وموناكو ما يستناش، وفي الدقيقة 3 بتسديدة من ليمار قوية يكمل عليها مبابي ويسجل الهدف الأول، بيسجل هدف في الدقيقة الثانية وبيأكد إنه التأهل فرنسي وهم الأحق بالتأهل. وطبعا بروسيا بتضغط بأقوى حاجة عندها بعد الهدف، وأوبا بيحاول يقطع الكرة لكن الحارس بيطلعها، وبعدها بعرضية أرضية جوه ال 18 رويز بيحاول يسدد لكن بتروح ضعيفة، لكن فالكاو بيرد عليه بعدها برأسية لكن تعمل خطورة بس على المرمى، وبكرة بتبدأ من مبابي وعرضية من ليمار لكن سيلفا برأسية ضعيفة يضيع الهدف الثاني. وبروسيا بعدها بدقايق بتكسب ضربة حرة وبينفذها نوري شاين التركي، لكن تخبط في العارضة وتمنع هدف يرجعهم تاني في المباراة. لكن موناكو مش بتهزر، وبعرضية من ليمار بيسجل منها فالكاو هدف وبيعقدها اكتر على بروسيا، هدف بيأكد التأهل لموناكو ويكبر الفارق على بروسيا ويقتل امال جماهير بروسيا. وبعدها بروسيا بتحاول وبكعب من رويس الكرة تعدي قدام اوبا والحارس بيترمي عليها، لكن بعدها بدقايق بس بثرو حلو الجريرو بيضيع هدف هدية بإنقاذ من الدفاع، والحسرة بتزيد على بروسيا. وبينتهي الشوط الاول بتقدم موناكو وسيطرتها على بروسيا على ملعبها زي المتوقع. ومع بداية الشوط الثاني على طول ديمبلي ما يستناش وبيعدي من الدفاع، وبعرضية رويس بيسجل هدف يدي امل للرجوع، لكن لسه الاحباط على وش الجماهير واللعيبه. لكن بعد هدف بروسيا ده مبابي بيحاول يراوغ الدفاع ويسجل هدف يقتل بيه الماتش، لكن الحارس بيتصدى للكوره، لكن بعدها بدقايق بس وبعرضيه لمبابي بيسدد رأسيه صاروخ ويتألق الحارس فيها ويمنع هدف روعه لمبابي. لكن بعدها بثرو لوب حلو قوي لفالكاو بيراوغ المدافعين لكن بيضيع كوره بطريقه غريبه جدا ويستمر سلسله ضياع الاهداف. وبعد الهجمه دي بيطلعوا المدرب وبيخلي مبابي مهاجم مكانه، ومبابي بعدها بثرو بينطلق ويروح انفراد وبيسدد كوره لكن الحارس بيتصدى ليها وبيتألق فيها. ولسه بروسيا اداها بايت في الماتش، لكن بكره عاليه بتروح لرويس بيجرب يسدد على الطاير لكن بتروح في النص. ولكن بروسيا في الدقيقه 81 بتقتل المباراه بثرو من ليمار بيسجل منها جيرماين الهدف السادس وبفضيحه لبروسيا. وبالهدف السادس والفضيحه دي بروسيا رسميا مفيش امل للرجوع وانتهت المباراه بالنسبه لهم. وفعلا بتنتهي المباراه بفوز موناكو 6-3 على بروسيا وبتألق كبير من امبابي، وبكده موناكو رسميا لنص النهائي وهذه الحلم الاوروبي بيقترب. تعال نشوف المباراه اللي بعدها بقى، كانت ما بين اتلتيكو مدريد وليستر سيتي، جريزمان ضد فاردي، مواجهه صعبه جدا، فرقتين محققوش دوري الابطال، هل دي ممكن تكون اول بطوله؟ تعال نشوف. اول مباراه كانت في ملعب اتلتيكو مدريد باسمه القديم فينيستي كالديرون، والحضور ساعتها كان 51,000 مشجع، والمباراه بتبدا بهجمات من الفرقتين
الفرقتين وماتش رتمه كويس، لكن في الدقيقة 28 بتدخل على جريزمان جوه ال 18 اتلتيكو بتكسب ضربة جزاء وبينفذها جريزمان وبيشوطها على شماله وبيسجل اول اهدافه في المباراة. والمباراة فضلت بهجمات من الفرقتين وشوية دفاع لغاية لما انتهت 1-0 لاتلتيكو. وبنتيجة 1-0 دي في فرصة كبيرة ان ليستر يتأهل على ملعبه ودي فرصة حلوة جدا. وفي مباراة الاياب على ملعب ليستر بحضور 31,000 مشجع واجواء انجليزية جامدة، وبتبدأ المباراة وفي الدقيقة 26 بعرضية من فيليب لويس بيسجل ساول رأسية وبيأكد التأهل، لكن بعدها اتلتيكو بتدافع وليستر ما بتعرفش تسجل ولا هدف. ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 61 بكرة من باصات كتير جوه ال 18 فاردي بيخطف هدف وبيدي امل للجماهير ان في رومونتادا جاية، ولكن بدفاع الاتليتيك بيقدروا يحافظوا على النتيجة وبيتأهلوا لنص النهائي، وبنتيجة 2-1 بيوصلوا نص النهائي واللقب الاول بيقترب اكتر واكتر. واخر مباراة في ربع النهائي كانت برشلونة ضد يوفنتوس، وهل كتيبة MSN قادرة على تحقيق تاني دوري ابطال مع بعض؟ تعال نشوف. وتبدأ مباراة الذهاب على ملعب اليوفي بحضور 41,000 مشجع ومباراة صعبة جدا، وكمان بتعليق فادي العتيبي واجواء الشتاء الدافئة وايام برايم حياتنا. وطابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في تورينو ومن ملعب يوفنتوس الكبير في هذه الاجواء الكبيرة وفي الدور ربع نهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا في الشامبيونز ليج، قمة مبكرة نهائي قبل الاوان. والمباراة بتبتدي على بركة الله وبتبتدي اليوفي بفاول بينفذه بيانيتش ورأسية من هيجوايين لكن بيتألق فيها تير شتيجن، وضغط اليوفي في اول المباراة بيجيب نتيجة. وفي الدقيقة السادسة كودرادو بيراوغ ويباص لديبالا وديبالا بارتو حلو جدا بيسجل دخلة مش بتهزر وعايزين التأهل بأي طريقة. وبعد هدف اليوفي الاول نيمار بعدها بيضغط وبيحاول بكورة بيلبس منها داني ألفيش كوبري لكن ما تكملش، وبعدها ميسي بسرعة عالمي كالعادة بيديها لإنيستا قدام الجول وبيسددها لكن بوفون بيصدها ويمنع برشلونة من التعادل. وفي الدقيقة 21 بسرور ديبالا وديبالا من لمسة واحدة بيسجل هدف عالمي وبيهين برشلونة. وديبالا نزل الماتش ده بالبرايم بتاعه بكل قوته وتحس ان هو واخد حاجة، وبرشلونة نازلة ردة فعل بس وأداء باهت. غير عادي يا ديبالا، شيء من الجنون. لكن ميسي بيسخن جدا وبيقطع الكرة من خضيرة وبيراوغ منها بوفون وبتبقى على وش لعيبة برشلونة والجماهير، وبعدها هيجوايين بيسدد كرة على الطاير وبتروح على الجول بس شتيجن بيصدها ويمنع هدف مؤكد. وبعدها بيانيتش بيباصي كرة لخضيرة وخضيرة بيشوطها ضعيفة لكن بونوتشي بينط عليها عشان يديها رأسية لكن ما يلحقهاش. ومع صفارة الحكم بيخلص الشوط الأول بتقدم اليوفي 2-0 وأداء سيء من برشلونة، لكن برشلونة ممكن يبقى ليها رأي تاني الشوط التاني. تعال نشوف. وبيبدأ الشوط التاني بضغط برشلونة وبسرور من ميسي لنيمار، الكرة بتقف وبيكمل عليها ميسي بتسديدة. وفي الدقيقة 46 سامي خضيرة بيحاول بكرة صاروخ وتروح قريبة من المرمى وتعمل خطورة، وبعدها ماسكيرانو بسرور لسواريز حلو جدا يروح انفراد لكن بوفون بيلحقها ويمنع هدف. وبعرضة ولسه الحظ وحش مع برشلونة، وبعد هجمات وضغط من اليوفي للتسجيل وفعلا في الدقيقة 54 من ركنية بيسجل كليني هدف وبيقتل المباراة لبرشلونة. 10/10 يا يوفي، يا لها من كورة يا كليني، المدافع كليني يسجل الثالث لليوفي، ضربة في منتهى الروعة. يوفي اليوم يا جماعة، يوفي يوفي يوفي. لكن بعدها ميسي بيحاول يعمل حاجة وبيدي سرور لسواريز وبيسدد كرة لكن بتروح جنب المرمى بالظبط ولسه الحظ مع نادي برشلونة. وبعدها بباص لنيمار بيستلم كرة ونيمار بيسدد كرة لكن بتخبط في ايد كليني والحكم ما يرضاش يشوفها تاني وما يحسبش اي حاجة. ونيمار بعدها بيفضل يقاتل لوحده وبيحاول لكن الدفاع الايطالي قاطع مية ونور عليهم. ومن فاول من بعيد جدا لبرشلونة انيستا بينفذ الفاول بيسدد صاروخ لكن بوفون بيشيلها وبيتألق وبيمنع هدف عالمي. ومع رأسية من سواريز بيصفر الحكم نهاية المباراة بفوز اليوفي بثلاثية بدون رد. لكن لسه في مباراة اياب، وهل برشلونة تقدر ترجع وسط الدفاع الايطالي؟ تعال نشوف. وفي مباراة الاياب على ملعب الكامب نو وسط حضور 96,000 مشجع لعيبة برشلونة داخلة بتركيز عالي، وبتبدأ برشلونة بضغط في بداية المباراة من نيمار لكن دفاع اليوفي بيبقى صاحي، لكن اليوفي بعدها بيبدأ بضغط وبهجمات وتسديدات لكن ما فيهاش خطورة على المرمى. لكن ميسي بيبدأ يدخل بنفسه وبيحاول بتمريرات لكن الدفاع الايطالي
بيفضل لسه مسيطر على المباراة. وبعدها داني ألفيش بسرول ديبالا بيخليه انفراد لكن بيطلع في الاخر اوفسايد. لكن برشلونة على طول بترد من باص من جوردي ألبا نيمار، ونيمار بيسددها برجله الضعيفة لكن بتروح بعيدة عن المرمى. لكن بيانيتش بكرة بسرول لوب لإيجواين، وإيجواين بيسددها بس بتروح ضعيفة لتير شتيجن. لكن بعدها بكرة عالية من ميسي بينط مع بيانيتش، وميسي بيقع وقعة خطيرة كانت ممكن تنهي حياته. انت متخيل لو كان ميسي نط سنتيمتر زيادة بس كان ممكن يتوفى فيها، لكن ربنا كتب له عمر جديد. وبعدها على طول كوادرادو بيحاول بتسديدة خطيرة لكن تروح قريبة من المرمى. وبعدها ميسي بيحاول بكرة قوية يشوطها ارتو لكن بتعمل خطورة بس على بوفون. لكن بتدخل من كليني على سواريز بياخد كارت اصفر وبيكسبوا ضربة حرة، وميسي هو اللي هينفذها وبينفذ الفاول لكن بيروح فوق العرض. وتفضل برشلونة بتحاول واليوفي بيدافع ويحافظ على النتيجة. لكن بتسديدة من بيانيتش بتخبط في بيكيه وبتروح على الجول، وتير شتيجن بيلحقها في اخر لحظة. لكن بعرضية من برشلونة بوفون بينط عليها لكن بيغلط فيها وبتقع من ايده وبتروح لسواريز وبيديها لميسي، لكن ميسي بيشوطها اي كلام. لكن سيرجي روبرتو بيحاول بعدها بتسديدة حلوة لكن الحظ لسه معاند مع برشلونة. لكن بعدها نيمار بيحاول بعرضية لإنيستا لكن بتعدي وبيتصدى ليها بوفون وبيمنع اي هدف لبرشلونة. والماتش بينتهي على كده بالتعادل السلبي بسبب دفاع اليوفي، ويحافظوا على النتيجة ويتأهلوا لنص النهائي. وبكده بيخلص ربع النهائي وبنقترب للمراحل الأخيرة ونوصل لنص النهائي بين أقوى 4 فرق. وبعد ما وصلنا نص النهائي بين افضل 4 فرق في البطولة، خلاص الفاينل على بعد خطوة واحدة بس. اول ماتش في نص النهائي كان ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، قمة مدريد. وهل اتلتيكو هتاخد حقها من نهائي 2016 ولا مدريد هتفضل مسيطرة؟ تعال نشوف. اول ماتش كان في ملعب سانتياغو برنابيو بحضور 77,000 مشجع ونص، واللعيبة بتدخل الملعب وهي في اقصى تركيز ليها، وكل فرقة عايزة التأهل للنهائي. ومدريد بتسعى للفوز بالبطولة رقم 12، واتلتيكو عايزة اول بطولة اوروبية في تاريخها. وتبدأ المباراة ورونالدو بيفتتح الماتش بتسديدة لكن بتروح بعيدة، وبعدها بدقيقتين بس بتيجي تاكا مدريدية وكارفخال بيخش ال 18 وبيسدد بوش رجله، لكن اوبلاك بيتصدى للكورة. لكن في الدقيقة 9 بعرضية من راموس لكن الدفاع بيبعدها ويستلمها كاسيميرو وبيرفعها عرضية وبرأسية من رونالدو بيسجل الاول في مرمى اوبلاك واتلتيكو مدريد، وبيقدم مدريد 1-0. الديربي في الشامبيونز ليج ينطلق على هدف سريع، هدف خاطف. وبعدها بركنيه من كروس وكاسيميرو بيسددها رأسية، لكن اوبلاك العالمي بينقذها من هدف مؤكد 100%. لكن اتلتيكو بتفوق وبسرو من كوك الجيميرو، لكن نفاس بيخرج في الوقت المناسب وبينقذ الكوره. وبعدها بعرضيه من مارسيلو بيرفعها عاليه لكن اوبلاك بيلحقها وبيبعدها، لكن مودريتش بيكمل عليها ويسدد كوره قريبه من العرض. وبعدها رونالدو بيراوغ وبيرفع عرضيه وبنزيما بدبل كيك الكوره بتروح فوق الجول، وكان قريب جدا من هدف عالمي. لكن بخطأ من كارفخال اتلتيكو بياخد ضربه حره وبينفذها جريزمان وبيرفعها لجودين، لكن بيسددها فوق الجول، وكان قريب جدا من تسجيل اول اهداف اتلتيكو مدريد. وبعدها بينتهي الشوط الاول بتقدم الريال 1-0. وهل هيكون سيميوني ليه رد في شوط المدربين؟ تعال نشوف. وبيبدا الشوط الثاني والاتليتيك اشرس وبيكسر في اللعيبه بتدخلاته العنيفه، لكن في الدقيقه 72 بكره تروح لرونالدو بيسددها على الطاير وبيسجل هدف عالمي وبيكبر الفارق 2-0. رونالدو الهدف الثاني ده المرنجي، خلصها، خلص يا كريستيانو يا رونالدو، سبيشال وان، رونالدو الدون، رونالدو الرجل يمرض ولا يموت، يقولون انتهى، يقولون وفات ايامه، يقولون وفات فلوسه، لا انكم تبيعون الاوهام، رونالدو مازال حي، رونالدو مازال حي، رونالدو مازال حي، رونالدو يحضر. وبعدها اتلتيكو بعرضيه بينفذها عاليه من فاول، لكن نفاس بينقذ الكره وبينقذ هدف. لكن مدريد في الدقيقه 85 بكره بتبدا من رونالدو الكارفخال بيدخل جوه ال 18 وبيديها عرضيه ارضيه لرونالدو، ورونالدو بيستلم الكره وبيسدد صاروخ ويسجل الهدف الثالث، وخلاص كده بيكبر الفارق 3-0. رونالدو يا مدمر،
معقدهم يا معقدهم يا معذبهم. مش ممكن الريال الزاهي الاتلتي الباكي. وبرغم ان مدريد كانت متقدمه بثلاثيه لكن بتفضل مسيطره بهجمات، لكن الحكم بيصفر وينهي مباراه الذهاب بفوز مدريد بثلاثيه بدون رد. وهل سيميوني يقدر يرجع برومونتادا على ملعبه وسط جمهوره؟ تعال نشوف. ومباراه الاياب بتبدا في ملعب اتلتيكو مدريد بحضور 53,000 مشجع، وسيميوني واللعيبه في اشد تركيز للرجوع في النتيجه والصعود للنهائي لتاني مره على التوالي. وزيزو واللعيبه محضرين لمباراه كويس جدا ومركزين جدا جدا جدا. وتبدا المباراه واتلتيكو بتبدا بضغط عالي ومدريد بتكسب منه فاول وبينفذوا كروس وبرأسيه كاسيميرو، لكن اوبلاك الاسطوره بيصدها بتألق. وبعدها بتدخل من كاسيميرو على كراسكو في ال18 لكن الحكم ما يحسبش حاجه. لكن في الدقيقه 11 بعرضيه من اتلتيكو وصاروخ برأسيه قويه جدا بيسجل اول اهداف الاتلتيك. وهل دي هتكون بدايه الرومونتادا؟ تعال نشوف. وبعد الهدف الاول لاتلتيكو بتدخل غبي جدا من فاران في الدقيقه 13 اتلتيكو بتكسب ضربه جزاء هديه وبيسددها جريزمان وبيصدها نفاذ، لكن بتدخل برضه هدف. وبكده فاضل هدف واحد بس لصعود الاتلتيك. لكن في الدقيقه 41 بنزيما بكره من على الطرف بيراوغ دفاع الاتلتيك على طريقه رونالدينيو بشكل ممتاز جدا وباسيست لكروس بيسددها، لكن اوبلاك بيصدها بتألق ويكمل عليها اسكو ويسجل الهدف اللي يبعدهم عن اي سيناريو خروج. وبعدها بينتهي الشوط الاول بتقدم ريال مدريد واداء ممتاز جدا من اتلتيكو مدريد، بس محتاجين التسجيل بس. وبيبدا الشوط الثاني، ومع بدايه الشوط الثاني اتلتيكو بتكون اشرس وبيكسب مدريد فاول وبينفذه رونالدو لكن يصدها اوبلاك. لكن بعدها جريزمان بيحاول من فاول لكن الكره بتروح فوق العارضه، وبكره من الطرف من مارسيلو بيديها رونالدو بيسدد لكن الكره بتروح بعيده عن الجول. لكن بكره عاليه من فيليب لويس دانيلو بيغلط قدام كراسكو وبيراوغ فاران وبيسددها لكن نفاذ بيتألق فيها. وبعدها بيصد الرأسيه ويبعد هدف كان هيدخلهم في حسابات تصدي البطوله وتصدي عالمي. لكن بعدها بتسديده من مودريتش على الطاير بتروح لرونالدو وبيسجل هدف لكن بيطلع في الاخر تسلل. لكن جريزمان بعدها بكره عاليه بيرد بتسديده لكن نفاذ بيشيلها ويمنع هدف. لكن بيجي الرد من بنزيما على طول وبيرد عليه برأسيه تروح جنب العارضه وتمنع هدف يقتل الماتش. وبنزيما بيراوغ الدفاع بعدها وكان قلب الظاهره في الماتش ده بس ما سجلش هدف. لكن في الدقيقه 79 بكره من كوريا وباسيست جاهز الكره بتعدي فاران وتروح لجيميرو لكن راموس بيشيلها في اخر الثواني ويمنع هدف يديهم امل للرجوع. وبعدها بكره تروح لغابي وبيسددها والكره تخبط في رجل اللعيبه لكن نفاذ بيفضل متألق وبيصدها، ونفاذ بيمنع الرومونتادا وبيشيل مدريد لاخر المباراه. والماتش بينتهي على كده بفوز مدريد 4-2 وصعودهم للمره الثانيه على التوالي للنهائي. وهل هيقابل اليوفي ولا موناكو؟ تعال نشوف. والمباراه الثانيه والاخيره في نص النهائي كانت ما بين يوفنتوس وموناكو. مباراه الذهاب كانت في ملعب موناكو بحضور 16,000 مشجع والجماهير واثقه في الحلم انه يكمل النهائي. وتبدا المباراه واليوفي على طول بيضغط بعرضيه من داني ألفيش لهيجوايين لكن بتعدي منه، لكن امبابي بعدها على طول بيرد برأسيه لكن بتروح ضعيفه وتطلع في الاخر تسلل. لكن على طول بعرضيه امبابي بيسددها على الطايل لكن بيشيلها بوفون على طول وبيتألق فيها. لكن في الدقيقه 28 بكعب من داني ألفيش لهيجوايين بيسجل الاول وبيقدم اليوفي في النتيجه 1-0. والشوط الاول بيخلص بتقدم اليوفي ومحاولات من موناكو لكن بوفون منع ميه ونور عليهم. وبيبدا الشوط الثاني وبعدها بدقيقه سيلفا بيستغل خطأ وبيدي ثرو لفالكاو وفالكاو بينطلق وبيسددها لكن بيسددها وحش. وبيفضل بوفون منع اي هدف لموناكو لكن بخطأ دفاعي مركزي بينفرد ويسدد لكن حارس موناكو بيتألق وبيصدها. وفي الدقيقه 58 بكره عاليه من داني ألفيش وهيجوايين على الطاير بيسجل الثاني وبيكبر فرصه التأهل. لكن بعدها بعرضيه من فاول جيرماين بيسدد رأسيه لكن بوفون بيشيلها وبيتألق ويمنع اي هدف مؤكد. والحكم يصفر والمباراه بتنتهي بفوز السيدة العجوز بثنائيه بدون رد وبيضمن التأهل بنسبه كبيره على ملعبه. وبعدها بتتلعب مباراه الاياب في ملعب اليوفي بحضور 40,000 مشجع ايطالي واجواء ايطاليه صعبه على موناكو لكن الكره ما فيهاش مستحيل. وتبدا المباراه في اول 4 دقايق بكره عاليه وخروج خاطئ من بوفون امبابي بيسددها من الطرف لكن بتخبط في العارضه لكن مانزوكيتش بعدها بيستغل خطأ دفاعي وبيسدد كره هدف لكن حارس موناكو بيتألق فيها وبيدي امل للجماهير. ودفاع موناكو بيفضل شايل هجمات كتير طول المباراه كان ممكن تكبر الفارق لكن فالكاو بعدها بيحاول يرد بتسديده لكن بوفون بيفضل مسيطر على المباراه. لكن في الدقيقه 33 بكره عاليه مانزوكيتش بيسجل هدف عالمي وبالنتيجه دي اليوفي متأهل للفاينل. لكن بعدها على طول هيجوايين ما يستناش وبيرد على طول بهدف لكن الحكم بيقول تسلل في الاخر. ورغم خساره
خسارة موناكو، لكن بيحاول بعرضية أرضية من مندي والكرة بتروح لفالكاو، لكن كليني بيشيلها في آخر الدقايق، وبالكرة اللي شالها دي بيأمن تأهل اليوفي. لكن بعدها ديبالا بينفرد وهو وهيجوايين، لكن بيقرر يسددها بدل ما يديها لهيجوايين، لكن الحارس بيشيلها. وفي الدقيقة 43 بعرضية من اليوفي بيبعدها حارس موناكو وبتروح لبيانيتش وبيسددها على الطاير وبيسجل هدف عالمي، بيسجل عقب التأهل للفاينل. لكن في الدقيقة 68 بعرضية من موتينيو من الطرف بيسجل امبابي الهدف الأول لموناكو وبيحاول الرجوع برومونتادا، لكن الوقت بيعدي واليوفي بيفضل يدافع والدفاع الإيطالي بيفضل مسيطر على الماتش، والحكم بيصفر بانتهاء المباراة بفوز اليوفي 4-1 على موناكو. وبكده اليوفي بيتأهل للنهائي لمواجهة ريال مدريد في قمة عالمية وصعب توقع الفائز. ورغم خسارة موناكو لكن قدم بطولة كبيرة وفاز على فرق عملاقة ووصل لنص النهائي. وبعد ما خلصنا نص النهائي بينا نروح بقى لنهائي القمة بين ريال مدريد ويوفنتوس. واخيرا وصلنا النهائي بين اقوى فرقتين في اوروبا، يوفنتوس ضد ريال مدريد، رونالدو ضد ديبالا. نهائي صعب التوقع مين هيكسب فيه، هل زيزو هيكسب التاني على التوالي ولا أليجري هيكسب اول بطولة اوروبية لليوفي. النهائي كان في عاصمة ويلز ملعب كارديف بحضور 66,000 مشجع واجواء عالمية وتركيز عالي من اللعيبة لحسم اللقب. وتبدأ المباراة واليوفي بتبدأ سخنة بعرضية من مانزوكيتش لهيجوايين، لكن بتروح ضعيفة لنافاس، لكن بعدها هيجوايين بيحاول بمراوغة وتسديدة لكن نفس بيصدها، وبيفضل يوفنتوس ضاغط وبكرة تروح لبيانيتش بيشوط كرة قوية لكن نفس بيفضل شايل مدريد. لكن في الدقيقة 20 بكرة بتبدأ من كروس لبنزيما وبيديها لرونالدو لكن بيرجعها تاني لكارفاخال، وكارفاخال بيرجعها لرونالدو ورونالدو بيسدد ويسجل هدف عالمي وبيرد رد قوي بعد ضغط عالي من اليوفي ويخطف هدف. رونالدو في نهاية الكبرى يسجل ويا كاتب التاريخ واصل كتابة التاريخ. لكن اليوفي بيرد على طول في الدقيقة 26 وهيجوايين بيستلم كرة ويباصيها لمانزوكيتش ومانزوكيتش بيظبطها لنفسه وبيسجل دبل كيك عالمي وهدف صعب في نهائي الأبطال وفي نفاذ لما كان في البرايم بتاعه. بشبانها ورجالها لا تعرف معنى الاستسلام. كرينتوس هذا مانزوكيتش يا سادة يدخل بهذا الهدف أيضا التاريخ. مباراة تاريخية يا سادة. سأبحث عن أوراقي سأفتش في ذكرياتي ولكن كرة الأروع ازدر وساق كرة تنساق جيبها من الشبكة واحدة اثنين ربي معاك. اليوفي يرجع سوبر ريتي من سوبر ماريو فانتاستيكا لا يوفنتوس. هدف التعادل. لكن رونالدو بيحاول يرد بدبل برضه لكن بتروح ضعيفة، وبعدها الشوط الاول بيخلص بالتعادل الايجابي. وهل شوط المدربين هيكون اقوى؟ تعال نشوف. ويبدأ شوط المدربين ومدريد داخل اشرس وناوي على اللقب، ومع بداية الشوط التاني مودريتش بيحاول بتسديدة على بوفون لكن بتروح ضعيفة، وبعدها مارسيلو بيحاول بسلو بالرونالدو لكن الكرة بتروح قوية ويفضل دفاع اليوفي مسيطر على المباراة. لكن في الدقيقة 60 بكرة بتبدأ من الطرف من بنزيما بيديها لكروس وكروس بيسددها لكن بيسددها وحش، لكن أليكس أندرو بيبعدها وبتروح لكاسيميرو وبيسدد صاروخ بيقدم مدريد في النتيجة. تسديدة قوية بتخبط في خضيرة وتدخل هدف بيفك تكتل دفاع اليوفي ويقدم مدريد في النتيجة. لكن بعدها في الدقيقة 63 بكرة بيخطفها مودريتش ويلعب 1-2 هو وكارفاخال ويرفعها رونالدو، ورونالدو بيسجل الهدف الثالث لمدريد وبيكبر الفارق وبيحسم اللقب الثاني على التوالي لمدريد.
لكن بعدها بنزيما بيحاول بمراوغة عالمية ويديها لمارسيلو بثرو ارضي رونالدو وبيسدد كرة بس بتروح عليه، لكن بعدها من فاول بيرفع داني الفيش عرضية والكساندرو بيسددها رأسية لكن بتروح جنب العارضة وتعمل خطورة. لكن بعدها بدقايق كوادرادو بيحاول ينترك من الطرف لكن راموس ما يدلوش فرصة يتنفس، لكن كوادرادو بيضربه بعدها برجله والحكم بيدي كوادرادو كارت احمر، وبكده مهمة يوفنتوس بتكون اصعب. والدقيقة خلاص بتوصل 90 ومارسيلو بينترك بكورة يخش بيها ال 18 وبيدي اسيست لاسينسيو وبيسدد على طول الكورة وبيسجل الرابع لمدريد، بيسجل هدف البطولة وهدف يقتل المباراة وينهي امال لعيبة اليوفي وجماهير اليوفي في المباراة. والحكم بعد الهدف بيصفر نهاية المباراة بفوز مدريد 4-1 على اليوفي والفوز بدوري ابطال اوروبا ال 12 لمدريد. وهنا نهاية القصة ولحظة الحقيقة، ريال مدريد واقف على قمة اوروبا من جديد، فريق لما بيدخل النهائي مش بيلعبوا لا بيكسبوا، بيكتبوا سطر بسطر لحد ما يبقى تاريخ. يوفنتوس كل التحية والاحترام، فريق كبير قاتل لاخر نفس ووقف قدام العالم كله برجولة، لكن النهايات ليها ملوك والملك الليلة واضح لكله. ريال مدريد هيبة وشخصية، تاريخ ملوش آخر، فريق اتخلق عشان اللحظات دي وعشان الكاس دي، وبتنتهي القصة والبطل ريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة. وبعد ما البطولة خلصت لازم نقول الجوائز ونعرف الأفضل في البطولة، ونبدأ بأول جايزة وهي الهداف اللي كسبها رونالدو ب12 هدف، والجايزة اللي بعديها وهي الأكتر أسيستات واللي خدها الأسطورة نيمار ب8 أسيستات، والجايزة اللي بعديها وهي أفضل حارس واللي خد أفضل حارس في البطولة الأسطورة الإيطالية بوفون، والجوائز اللي بعديها وهي الأفضل في كل مركز واللي خدها في الدفاع الأسطورة راموس، وأفضل وسط مودريتش الأمير، وأفضل مهاجم وهو الأسطورة كريستيانو رونالدو. ودي تكون جوائز البطولة كلها، وعايزك تكتب لي تحت في الكومنتات هل انت شايف حد اتظلم ولا لا. وبكده نكون عرفنا البطولة كاملة وعشناها من تاني، بطولة جميلة وكان الفرق كلها اللي فيها في البرايم بتاعها، ويا رب اكون عرفت اشرح البطولة كويس والفيديو يكون عجبكم. لو في اي اخطاء اكتبها لي تحت في الكومنتات وباذن الله هطور من نفسي، وما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، عايزين نوصل 800 لايك، وكمان عايزك تعمل شير للفيديو في اي مكان عشان الفيديو ينتشر اكتر واكتر وتقدر تعبي. وبس كده يكون انتهى الفيديو، باذن الله انتظروا الفيديو القادم واكتب لي تحت توقعاتك هيكون ايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.